رئيس كوريا بيعلن نهاية العالم بعد ما نايزك بيحول الناس لزومبي ضرب جبان، محول الناس لأكلة لحوم بشر متعطشين للدم. نهاية العالم بتبدأ والهلع بينتشر في كل مكان، محدش عارف يعمل ايه ولا يجري فين، بس في واحد مستعد أكتر من أي حد، عنده ملجأ آمن خاص بيه في عالم تاني ومستني بقاله كتير عشان يسحق شوية زومبي. الراجل ده هو الMC بتاعنا سيانجو. من شهور فاتوا سيانجو واصحابه كانوا بيلعبوا صورة، أصعب لعبة بقاء افتراضية اتعملت في التاريخ. اللعبة كانت مرهقة وصعبة لدرجة إن معظم اللاعبين بطلوا يلعبوها خالص. فريق سيانجو سابوا بأكبر خيانة، إنهم ما يرجعوش يسجلوا دخول تاني أبدا. اتساب لوحده بيلعب اللعبة وبيعمل لها ستريم وبيواجه كل أنواع الوحوش وبقى الأحسن. في يوم من الأيام زهق من حياته، بطلنا خلع السماعة بتاعته ومسح كل الاستريمات العامة بتاعته. سيانجو ركز على حياته كشيف ولقى بنت حلوة بقت زبونته المفضلة. قرر يهزر وينادي شاشة الحالة في الحياة الحقيقية، واتصدم لما شاف شاشة زرقاء حقيقية بتظهر قدام عينيه. الشاشة دي بتعرض إحصائياته، هي نفس الإحصائيات من اللعبة اللي كان بيلعبها، بس في فرق واحد، عنده قدرة جديدة اسمها بوابة خاصة. وهو بيختبر القدرة دي سيانجو بيظهر بوابة انتقال بحجم إنسان. عقله بيحاول يستوعب مخاطر الاكتشاف الجديد ده، عشان لو اللعبة حقيقية يبقى النيزك اللي بدأ نهاية العالم كان جاي برضه. على النت سيانجو بيلاقي بالصدفة وهو متوتر مقال بيتكلم عن سقوط النيزك اللي جاي. هو رافض يصدق إن أحداث اللعبة بتحصل في الحقيقة. بطلنا بيبص على البوابة اللي قدام عينيه. الأول وصل له تأكيد عن النيزك، ودلوقتي بوابة البورتال دي بتأكد إن في حاجة غلط. هو متردد وبيسأل نفسه لو المفروض يدخل الحاجة دي أصلاً. من غير أي قوة ولا بنات ولا خطط ولا فلوس بيفكر يدخل جوه. في الآخر أخونا بيفكر في كام حاجة وبيمسك أقرب مغرفة لقاها، وهناك بيدخل المغرفة جوه البوابة عشان يحس كويس إيه اللي موجود في قاع الناحية التانية. بعد ما غرف شوية تراب بيكتشف إن الناحية التانية مش مرحلة متاهة من اللعبة، دي حاجة كويسة. بس هو كمان بيبدأ يتسائل لو البوابة دي هتنقله لمكان تاني على الأرض. بعد ما جهز شنطه عشان يستعد للرحلة بيشجع نفسه عشان يدخل أخيراً. في المشهد اللي بعده بروس عدى من البوابة واكتشف جمال الناحية التانية، منظر طبيعي مفيش فيه أي حاجة مدنية باينة. أول حاجة الشاب ده لاحظها هي قد إيه الجو ساقعة مقارنة بالعادة، ومع عدم وجود شبكة في تليفونه الشاب ده حلل إنه محبوس في منطقة نائية نوعا ما محدش هيوصل لها بسهولة. باختصار بروس راح فيها لو فضل محبوس هنا. طلع شاربي وعلم على شجرة من الشجر برقم 0. دي حركة ذكية منه بصراحة عشان يتأكد إنه ما يتوهش زيادة وهو بيستكشف. بدأ يمشي ويمشي، بس المشي ده أثر عليه. الغابة شكلها ملهاش آخر ومفيش أي حاجة باينة. أول ما الشاب ده كان بيتمنى إن الدنيا تبقى مشوقة شوية، كائن بص عليه بغضب من قريب. في لحظتها الكائن ده انقض عليه زي المفترس وخوف الواد بتاعنا موت. لحسن الحظ طلع مجرد غزال وادي جميل مش وحش بياكل لحم. تفصيلة مثيرة للاهتمام إن النظام عرف الكائن الفريد ده تلقائيا، وده بيأكد إن المكان ده فعلا منفصل عن عالم الأرض. الكائن بص عليه قبل ما يجري بعيد من غير ولا كلمة. مش إني كنت متوقع إن الكائن ده هيبدأ يتكلم ولا حاجة، بس أنت فاهم قصدي. حتى بطل قصتنا شايف إنها حاجة غريبة إن الكائن ده يمشي كده وخلاص. الحاجة الكويسة إن الغزال ما كانش عدواني، بس الأمور هتبقى وحشة قوي بالنسبة له لو قابل قرود أو خنازير برية متعطشة للدم. تفصيلة تانية مثيرة للاهتمام إن غزال الوادي ده عمره ما كان موجود في لعبة صورة. أول ما وصل هنا جاله إحساس قوي إن العالم ده ليه علاقة بحياته البقاء ومفاهيمها. طلع سلاح أبيض ومشى لقدام بيجهز نفسه لأي حاجة ممكن تطلع وتفاجئه. لحد دلوقتي كان رافض حقيقة كارثة جاية عشان تنهي البشرية، بس أول ما كان على وشك إنه يستسلم لقاها. عينيه لمحت تفاحة الشمس اللي بتلمع، فاكهة سحرية قطفها من الشجرة. الأول استغرب لو ينفع يعضها، وبعدين عضها بجد وحس بتغيير فوري. النظام بلغه إن طاقته رجعت وجسمه لمع بوهج أصفر. تأثيراتها هي نفس عصير تفاح الشمس اللي كانوا بيشربوه في اللعبة. ومع حاجة تانية بتأكد كل ده، الواد بتاعنا بقى مقتنع إن في حاجة فظيعة هتحصل قريب. بروس كان كمان بيعمل حمام جنب خرة جوبلin، وده معناه إنه لازم ياخد باله. سيونج هو خد نفس قلقان بيحاول يقوي عزيمته، بس بالرغم من قناعاته هو دلوقتي عارف إن نهاية العالم قربت. بعد ما جرب تأثيرات بوابات البورتال خرج منها ورجع لعالمه الأصلي. هنا سيونج هو بدأ يفكر في حلول. كان عايز يبقى مستعد للأبوكاليبس اللي جاي، فأول حاجة عملها إنه راجع كل لقطات اللعبة وخزنها على هارد درايف شخصي. بالصدفة هو كان بيعمل ستريم للعبة كل مرة بيلعبها، عشان كده قدر يحفظ الداتا دي بسهولة، مع إنه عمره ما كان يتوقع إنه هيستخدمها بالشكل ده في يوم من الأيام.
وصلته أخبار سقوط الكويكبات. الدمار في اليابان هيبدأ خلال 32 يوم مع بداية الأبوكاليبس. لحد وقتها قرر إنه يستعد عشان اللعبة للأسف كانت مليانة بأسوأ ميكانيكات على الإطلاق. أجن وأكتر حاجة فيها مشاكل كانت حاجة اسمها ايرون ديث ديزيز. الظاهرة الصغيرة دي كانت بتسبب تآكل وتدمير كل قطعة معدن على الأرض. المباني اتحولت لتراب، وده ساعد أسراب الزومبي. بعد ساعات من حدوثها ومع اختفاء المعدن في مجتمعنا الحديث، البشرية رجعت للعصر الحجري. الايرون ديث ديزيز في الآخر خفت في اللعبة، بس المشكلة الأساسية إنها حرفيا بتستمر لسنة كاملة. حتى وقتها الايرون ديث ديزيز اللي جاية دي ما كانتش تعني كتير لبطلنا اللي كان عنده حل آمن عشان يوصل للبورتال الخاص بيه بفضل الميزة اللي اكتسبها جديد. طبعا سيونغ هو عنده افتراض قوي جدا ان المرض ده مش هيقدر يعدي من البورتال. بعد ما خلص تحليله جمع كل الفلوس اللي حوشها عشان يشتري معدات من الفئة الممتازة. برو كان على وشك يدخل لوبي كول اوف ديوتي زومبي ابوكاليبس في الوقت الحقيقي، عشان كده جاب كل العدة والمستلزمات للبقاء على قيد الحياة. وهو بيراجع المنتديات بالليل، سيونغ هو لقى نفسه محبط من قلة الناس اللي استغلوا قدراتهم المستيقظة لحياة مليانة جريمة ومتعة. الصبح جه اشترى مستلزمات أكتر عشان تساعده في مهمته اللي جاية. وهو راجع برو حتى اشترى قوس صيد للاحتياط. وهو بيعمل كل ده أدرك حاجة. سيونغ هو فكر إنه يمكن يكون بيفكر زيادة عن اللزوم في كل ده، يمكن يكون مستعجل وبيتصرف بتسرع. بس مع ذلك فكر إنه ممكن يرجع كل مدخراته في الآخر حتى لو كان غلطان. بعد ما خلص مشاوير الصبح رجع البيت وشغل أغنية ختامية. كان في يافطة على محله. سينغ هونغ كان غرقان في أفكاره لما فجأة سمع صوت حد. تيمو تشا هاين من سولو ليفلينج سألت بقلق عن المحل المقفول. هو قال لها إن ده مجرد شغل تجديدات، وده خلاها تستغرب إذا كان كسب كتير قوي وعمل فلوس ياما. سيونغ هونغ خرج بسرعة من الكلام ده وقال إن عنده شغل يعمله، بس فجأة وقفته وحاولت تسأله سؤال. البنت اتلخبطت في الآخر وما قالتش طلبها ورجعت تمشي. سيونغ هونغ كان فضولي يعرف سؤالها، ومع إنه كان ممكن يضغط عليها بسهولة عشان تجاوب رجع لشغله. جوه هو حلف إنه هياخد الأمور بجدية ويشتغل على الحاجات اللي ليها قيمة بجد. الواد ده بجد قال أنا هتجاهل الأشرار وهقفل على نفسي بجد. هو أمر افتح البوابة، وهو بيفكر في أسلوب لعبه الحقيقي. ممكن حد يسميه صانع لعبة أو مخطط، واحد بيحب يستخدم الاستراتيجيات عشان يتغلب على كل مرحلة. هو ما كانش مقاتل قوي بالظبط، وكان بيعتمد على دماغه أكتر. السبب بسيط في الحقيقة، في سرعة، في طريقة معقدة عشان تكسب بيها إحصائيات. مش بتكتسبهم بس بعد ما مستواك يعلى، بتكتسبهم بس بعد الصيد والاستكشاف. دلوقتي الواد بتاعنا في العالم التاني بيحاول يصقل مهاراته بالقوس بوضوح، وما عندوش أي خبرة في التدريس قبل كده. الواد بيستخدم فيديوهات يوتيوب التعليمية عشان يعلم نفسه. سيونغ هونغ ظبط وقفته صح وصوب عشان يضرب. جانب منه من اللعبة انعكس في تجربته لحد ما في الآخر ساب السهم. السهم طار في طريقه للوحة وضرب الهدف. الواد ده اتصدم بجد من موهبته لدرجة انه حكر نفسه هو المختار. بس مع وجع ايده سيونغ هونغ أدرك ان نقطة ضعفه الحقيقية هي قوته. عشان كده هو عايز يركز على التمرين وتقوية قدرته البدنية. بعد ما خلص التحضيرات الأساسية هينتقل دلوقتي للخطوة اللي بعدها. على طول كان محتاج يهتم بحاجتين. الأولى كانت إنه يحدد طريقة عشان يصطاد الوحوش صح، والتانية كانت إنه يبني قاعدة رئيسية يقدر يخزن فيها الإمدادات من غير قلق. بس في الوقت الحالي ما كانش عنده أسلحة، وما كانش عنده أي إمدادات خالص عشان كانوا في طريقهم للتوصيل. لحد ما يوصلوا هو اصطاد تفاح ذهبي واتجنن من حظه إنه بيلاقيهم. بعد ما علم كم مكان، علم نفسه إزاي يستعد لنهاية العالم اللي جاية. تحضيراته المبكرة هي نفس السبب اللي خلاه يعيش في الثرى المدة دي كلها. وهو بيلف حواليه سيانجو لقى فضلات جوبلين كان ناوي يلاقيها لمجرد هدف بسيط. المعروف عن الجوبلينز انهم بيحبوا يتحركوا في جماعات، في حقيقة ان في قطعة فضلات واحدة بس على الارض، وانا قصدي كده حرفيا، بتقوله ان في واحد هنا قريب. بوب انسبكتور برو ماكس بيتفاعل مع الفضلات دي وبيحكم ان الجوبلين ده اكيد منبوذ. سيانج هو عارف ان ده هيكون فرصته الذهبية، لازم يصطاده باقصى ما يقدر. بالليل بحثه عن الجوبلين الوحيد استمر. سمع ديابة قريبة، وده معناه انه قرب من الوادي، وبعدين لمح نفس الجوبلين اللي كان بيدور عليه. سيانج استخبى ورا شجرة، بس كان شايف ان شكله مطابق لمخلوقات اللعبة. الجوبلينز المفروض يكونوا اقل درجة من الوحوش، اسلحتهم الوحيدة هي الرماح والسهام المسمومة، معروفين اكتر بانهم بيشوهوا خصومهم ويعذبوهم. ده في الحقيقة هو السبب الرئيسي اللي خلى بطلنا اختار سلاح بعيد المدى، القوس، كاختياره الاول. من الواضح ان الجوبلين ده عجوز وحالته زفت، ما عندوش اي اسلحة، عشان كده سيانج طلع القوس بتاعه على طول.
هو عارف إن لو قدر يحافظ على هدوءه هيخلص على الكائن ده. أول ما ساب القوس السهم اخترق دراع الجوبلين على طول وخرم دراعه. سيانج هو كان مصوب على راسه بس هو مبسوط بالنتيجة. مستغلا الميزة دي بيحاول ياخد ضربته التانية، بس الجوبلين بيرمي حجر جامد لدرجة ان سلاحه اتطير من ايديه. سيانج هو ادرك انه بيتعامل مع جوبلين ناضج وله خبرة. الاتنين بيجهزوا اسلحتهم البيضاء لقتال قريب. المواجهة النهائية بين سونج جين هو وبارو بتبدأ. يا لهوي استنى، دي قصة تانية. سيانج هو بيجهز سكينه وبيحاول يقطع جنب الجوبلين. الجوبلين اللي عنده خبرة بيتفادى وبيضرب ركبة بطلنا جامد قوي. بينزلوا على الأرض، سيانج هو بيوقع الجوبلين وبيجبره إنه يقع على ظهره. هنا هو عنده الأفضلية الواضحة. سيانج هو بياخد السلاح وبيغرزها بعمق جوه صدر الكائن، وده بيخليه يصرخ من الألم. وفي النهاية النور اللي في عينيه بيختفي. أول قتلة كانت ناجحة وسيانج هو بيكسب نقطتين بسببها. هو مش مصدق إنه قدر يعمل اللي عمله. وهو بيبص حواليه لقى جواكا ماودر وزيت نباتي قريب. في اللعبة دمج دول مع بعض بيعمل مرهم، بس الأول كان لازم يحفر بسرعة. ده خطر جدا إن يسيب الغول ده يعفن بره عشان المجموعة ممكن تلاقيه وتصطاد سيونج هو بسببه، وإن الله يسيبه يعفن مش فكرة كويسة برضه لأنه هيتحول لحاجة اسمها بون كريبر. سيونج هو لقى 2 ريد تراوت قريبين منه. قلب سيونج هو اتهز لما أدرك إنه راح فيها. أول ما بص بعيد برو اكتشف وحش بومة مرعب بيبص عليه من فوق. قبل الجزء ده بنرجع لسيونج هو وهو بيلعب في اللعبة لما كان لاعب. أثناء البثوث بتاعته جمع معلومات كتير ومفيدة عن اللعبة. بعض اللي كانوا في الشات بتاعه اتبرعوا بفلوس عشان بس يتعمق في الموضوع. سيونج هو تعمق في الموضوع ووصف تجربته مع الغيلان والكوبلتس المرة اللي فاتت. تجنب البون كريبر ضروري برضه، بس الغابة فيها أخطر كائنين في اللعبة. دول هما الوير وولفز والألبيرز. الألبيرز كائنات بتحب تسيطر على مناطقها، وده معناه ان وجودهم بيخلق توازن في النظام البيئي للوحوش. وهو بيتذكر ايام البثوث سيونج هو حس بدفى في قلبه. كان في واحد اسمه بول سينج مان كان دايما بيفرح لهل. الباقيين كانوا رايقين وغريبين حبتين زي باركينج دوج دود اللي ما كانش بيبطل يكتب شات صياح لسبب ما. الغريب ان سيونج هو بيتسائل ليه بتجيله ذكريات سعيدة زي دي. هل ده عشان هو بيبص على تجسيد الرعب الحرفي قدامه؟ كائن كان هينهي حياته. سيونج هو بيرفض انه يقبل الواقع، كأن الذكريات دي بتقول له ركز. بيستغل كل لحظة متاحة ليه عشان يفكر في خطة. هو عارف ان الألبيرز وحشيين بشكل رهيب وبيمزقوا اي حاجة قدامهم. حقيقة ان الكائن واقف ثابت وما بيعملش حاجة بتوحى انه مش جعان قوي، بس الأهم اللي مضايقه دلوقتي إنهم غزوا منطقة الريد تراوت. مع كل العوامل المهمة دي في الحسبان، سيانج هو أدرك إن في طريقة واحدة بس ممكن يهرب بيها من الموقف الكابوسي ده. وهو بيلف رجليه فكر نفسه إنه لسه الكيم باب جاوف دماغه، حتى لو جسمه هو الجسم الهزيل بتاع كينج سيانج هو. وهو بيجز على أسنانه اتحدى الوحش إنه يواجهه، إعلان أخير عن إرادته في البقاء على قيد الحياة. الكائن بص عليه بتركيز وبدأ أول هجوم مرعب ليه. الألبيرز شاطرين قوي في الصيد بالليل، بس نقطة ضعفهم الأساسية هي ضوء الشمس المباشر. بعد ما حفظ أنماط حركته في اللعبة، سيونج هو عنجو عارف انه محتاج ينفذ بس عشان ينقذ حياته. مع توقيت هجوم الوحش سيونج هو بيراوغ الضربة ببراعة، وفي نفس الوقت بيفكر في طريقة يعمل بيها أي تأثير ضوئي عشان يخوف الوحش. بسرعة جنونية بيجري على دراع المخلوق الضخم قبل ما يطلع كشاف ويصوب نوره في عينيه مباشرة. التأثير ده صادم لدرجة إن حتى مفترس زي الأول بير بيتصاب بالعمى التام. المشهد اللي بعده بيورينا بطلنا نايم في سريره زي الجثة والمنبه بيرن. هو عارف انه لازم يقوم تاني حتى لو جسمه مكسر من امبارح بالليل. سيونج اغمى عليه اول ما رجع البيت. اخر حاجة فاكرها انه كان بيجري عشان ينقذ حياته بعد ما عمل وحش، ومن حظه انه قابل اول بير بعد ما كان لسه مواجه جوبلين. الواد مش عايز يتعامل مع القرف ده تاني وبيحاول يقوم عشان ياكل حاجة. بيقع على الارض بخبطة ويدرك ان رجليه متدمرة بعد الكارديو ده. لحسن الحظ لسه معاه التفسخ الذهبي ده من العالم التاني. سيونجو بيمسك واحدة وياخد منها قضمة فبتتجدد طاقته فورا بتأثيراتها، واخيرا بيحس انه حي اكتر من اي وقت فات. وبيفكر اذا كان المفروض يشبع بطنه كويس دلوقتي. بس بعد ما ظبط نفسه الواد بيقابل تيمو تشاو هاين تاني. هي جت هنا عشان تاكل في مطعم تاني وصدفة قابله. سيونجو ما كانش بيدور على صحبة، بس هي قعدت هنا عشان بتحب تاكل مع حد. ميك يونج بسرعة بتسأله إذا كان حاول يفتح شاشة الحالة. حماسها بيخلي سيونجو يدرك إن ده أكيد الموضوع اللي كانت عايزة تتكلم فيه المرة اللي فاتت، بس منعت نفسها. ميك يونج بتوري له الأخبار وبتأكد له إنها حقيقية. بعض اللاعبين اللي صحيوا بيستخدموا قواهم عشان يسرقوا فلوس من ناس تانية. سيونجو بيتفاجئ شوية من جرأتها إنها تسأل حاجة زي دي مباشرة. بيرد عليها بالكذب ويقول إن مفيش حاجة ظهرت. الموضوع إن سيونجو حاسس إنه بيعمل الصح لما بيخلي الناس مش عارفة حاجة عن حالته. أولاً قدرته استراتيجية مش قتالية، دي حاجة يقدر يستغلها لصالحه أحسن ما يشاركها مع غيره. دلوقتي حتى سلامته الشخصية مش مضمونة. لو كشف أوراقه للسيدة اللي لابسة فستان أحمر واللي هي في الحالة دي ميك يونج، فالموضوع ممكن ينتهي بشكل وحش قوي بالنسبة له. دي خطوة ذكية، لكن الواد مستغرب إزاي ميك يونج مهتمة قوي كده في إنها تسأل عن الصحوة وبعدين بتيجي مفاجأة منها.
هي بتتردد وحتى بتعترف إنها كدبت. سايونغ هو بيفترض حسن النية منها وبيأكد لها كمان إنها مش مضطرة تقول أي حاجة. بيشجعها إن لسه في وقت وبيروح بيته بعد المحادثة بتاعتهم بفترة قصيرة. وأخيراً طرود الشحن بتاعته وصلت، الحاجات اللي طلبها وصلت وما بقاش محتاج يقلق على الإمدادات. نقل حاجته للسطح وساب الحاجات المهمة بس في الدور التاني. أثناء شغله التحضيري اختار مجموعة كبيرة من الأدوات الضرورية لمهمة النهاردة، حاجات زي أقنعة الغاز والبدل ومعدات تانية. لمهمته الجاية بطلنا ناوي يلاقي مكان مناسب يستخدمه كمخبأ، ضروري إنه يبني قاعدة ليه، ومن هنا جت أهمية الفأس. وهو معدي من البوابة سايونغ هو بيلاقي أول دليل ليه وبيلاقي مخبأ. اكتشف بالصدفة كهف عفاريت وهو بيدور على العفريت القديم. افتكر مكانه وسافر لنفس النقطة بالظبط ولقاه. ده مكان مناسب قوي للاختباء ومثالي لخططه، لكن الأول كان محتاج يتأكد من نوع الوحوش اللي عايشة هنا. سايونغ هو بيمسح المكان وبيلاقي آثار أقدام صغيرة لكوبالدز معديين. ده اكتشاف يستاهل الاحتفال بيه عشان الكائنات دي مش بتعمل أي مشاكل خالص. سايونغ هو كان جاي هنا بخطة ضد أي وحوش مستوى قليل من الأساس، فما بقاش عنده حاجة يقلق عليها. الموضوع بخصوص الكوبالدز إنهم كائنات ليلية، هم نايمين دلوقتي، فخطة بطلنا إنه يخنق جوه. الأول بيجمع شوية حطب بيقطع بعض الفروع، بعد كده بيحط المجموعة اللي جمعها عند المدخل. الفكرة اللي بعدها إنه يكب بنزين عليه كله. سايونغ هو افتكر إنه هيخلص المهمة دي من غير أي مشاكل عشان كل اللي عليه يعمله دلوقتي هو إنه يولع نار. بس بعدين سمع صوتهم بشكل صادم، طلعوا من سباتهم وبصوا على وجبتهم الجاية على طول. سايونغ هو بيسلم عليهم بهدوء قبل ما يرفع فأسه وينطلق في الهجوم. بضربة بسيطة بيقطع رقاب الوحشين وبيقتلهم فورا. السبب إنهم وقعوا بسهولة كده هو النعاس اللي كان عندهم من شوية. بفضل عمليات القتل المتتالية دي النظام بيكافئه بزيادة في المستوى و4 نقط. بعد كده سايونغ هو بيرمي الولاعة في الحطب. بعد وقت قصير من ما الدخان بدأ يدخل جوه في السروجين. الوحوش اللي مستواها قليل كان ليها نقطة ضعف واضحة قوي، كانوا ضعاف قدام أي حاجة جديدة، ودي كانت واحدة منهم. بطلنا كان مستني بره لابس قناع الغاز، مع إنه كان ممكن يحاول يحرقهم على طول، بس الطريقة دي كانت أنجح بكتير عشان عملية التنظيف. الكوبلز اللي كانوا نايمين صحيوا مفزوعين وجريوا بره عشان ينقذوا نفسهم. سينجو اختار الاستراتيجية دي بقصد عشان يضعف أجسامهم ويعمل لخبطة وهم بيهربوا. أول ما طلعوا بره كان هدفه يستغل الفرصة وهم ضعاف ويخلص عليهم كلهم مرة واحدة. مع إنه كان متوقع إن 5 منهم على الأقل هيطلعوا، سينجو اتصدم إن 4 بس اللي طلعوا. ده مختلف عن مجموعتهم المعتادة اللي كانت 7. صوب على واحد من الكوبلز، سينجو قتله على طول وهو بيقول إن 3 بس اللي فاضلين منهم دلوقتي. ال3 الباقيين جريوا عليه بيعملوا أي حاجة يقدروا يعملوها عشان يهاجموا، بس بطلنا كان جاهز بالفاس بتاعه. الراجل ده كان بيضرب ضربات قاضية بالسلاح وبيوقعهم. كوبل تاني بيحاول يهاجم بس رشة غاز الموت القوية عمته على طول. قبل ما يلحق يعمل أي حاجة سينجو ساعد وقطع راسه. ومع آخر واحد فاضل بطلنا بيبص على القائد بتاعهم وهو بيترعش من الخوف. هو بقى الصياد وبيعلن نهايتهم وبيوعد إنه هيستغل المخبأ بتاعهم كويس. حمام الدم خلص أخيرا وسينجو تعبان وواقع على الأرض. نقص قدرته على التحمل هو العيب الحقيقي دلوقتي، حتى لو كانوا سهلين في الهزيمة. الإحصائيات النظام الغريبة مش مختلفة عن اللعبة، حتى قسم الديباف اللي بيجي من الإرهاق. إن نقاط ستيتوس مش بتزيد بعد ما بيعمل ليفل أب، ده برضه زي ما هو، بس برضه الليفل أب هيفتح له حاجات في المتجر في الآخر، فدي حاجة كويسة لوحدها. دلوقتي أكتر حاجة مريحة هي إنه يقدر يستخدم مكان خاص بيه لوحده. بس على قد ما بطلنا كان عايز بيئة نظيفة جوه، لقى نفسه محبط من الفوضى اللي عملوها الكوبلز. بعد ما المخبأ بقى آمن عمليات التنظيف بدأت. الواد ده اضطر ينظف كمية قرف جابلين كتير قوي لدرجة إنه زهق. التنظيف الكتير ده كان زي وجع الدماغ، خصوصا بعد ما خلص معركة حقيقية. سينجو شتم المخلوقات القذرة دي عشان عايشين في زبالة، بس برضه ما بقاش عنده حاجة يقلق عليها تاني مع قاعدة بيت جديدة. سينجو بيرجع لجنبه من العالم كل ما يحتاج يرمي الزبالة. دي كانت ميزة، بس برضه خد منه وقت كتير قوي عشان ينظف. الحاجة الوحيدة اللي بتفاجئه أكتر حاجة هي اكتشافه إزاي هو سهل إنه يستخدم حاجات بين الأبعاد، فقام استخدم ماسورة من ناحية وشغالة في الناحية التانية، لدرجة إن هو نفسه اتفاجئ قد إيه هي شغالة كويس. وبعد ساعات من المجهود المكان دلوقتي بيلمع من النظافة. بعد كده محتاج يشيل بقع الدم ويشتغل على الصب الخرسانة عشان تخزين الحاجات يبقى أسهل. بيفكر في تعقيدات المونة واستخدام ألواح الساندويتش، بس الحاجة الكويسة الوحيدة في الكهف الزبالة ده إنه مليان حجارة بتنور وبتولع. دي حجارة للمبتدئين في اللعبة، بس المكان مليان منها فده كويس. سيانغ هو دلوقتي عنده السبب إنه ينقب في المكان ده كويس بعد البناء. تاني يوم برو على آخره، بيشتغل كل يوم بجد لدرجة إنه جسمه كله وجعه، وهو بيبص على دراعه اتفاجئ بالخربشات القليلة اللي استحملها. الحاجات اللي جمعها من العالم التاني محطوطة على جنب الترابيزة. سيانجو بيفكر لو المفروض يعمل مرهم مستغل الفرصة دي. الطريقة بسيطة قوي، بتحط بودرة الجواكام وخضار بنسبة متساوية وبعدين تقلب شوية وبكده يبقى جاهز. مرهم مستوى قليل للشفاء الأساسي. بفضل خلفية الولد بتاعنا في الطبخ الشيف بيلاقي الموضوع أسهل وهو بيعمل الحاجات دي. مجرد ما بيحط المرهم على دراعه بيحس إنه خطوة لقدام. بس سيانج هو قلقان لما أدرك إنه ممكن يضطر يعمله كذا مرة.
بيفكر في فكرة إنه يرفع الستاتس بتاعته بالتركيز على الأساسيات، بس في نفس الوقت هو بيخاطر بحياته لدرجة إنه ممكن يموت قبل القيامة اللعينة تيجي. مع إن ده هيكون مضحك قوي، سيانج هو مش عايز ياخد المخاطرة وبيفكر يستخدم سلاح أسهل زي المسدس. فجأة فكرة جت في دماغه، أكيد في حاجة ممكن يستخدمها. بعيدا عن القصة الأساسية للعبة، عندنا الباك جراوند لور بتاعتها. بس السؤال الكبير هو، هل الباك جراوند لور دي هتنفع أصلا مع القيامة اللي جاية؟ باستخدام المعلومات دي، سيانج هو بيستدعي أفكاره على أمل إن أحداث الباك ستوري تحصل، عشان هتفيده بطرق لا يمكن تخيلها. مع خطة جديدة اتعملت، الراجل ده بيطلع على السطح عشان مواد البناء اللي طلبها، وهو بيفتح بوابة البورتل، الولد بتاعنا بيبدأ يرمي الشنط دي للناحية التانية واحدة واحدة. بعد كده راح يجيب حاجات تانية وبعدين نزل الدور الأول. هنا كان لسه هيحرك كوم الطرود لما فجأة نفس البنت ظهرت تاني. سيانج هو بيبدأ يتساءل إذا كانت بدأت تاخد عليه قوي كده. برو بيقولها في وشها على طول، وده بيسبب لها إحراج. هو بيطمنها إنه مشغول بس بشغل تجديدات، وهي بتفتكر إنه بيقول الحقيقة. اللي بيفاجئها إنه ما جاش عشان حلاقته العادية اللي كل 3 شهور بيروح المحل بتاعها. هنا برو شكله عامل زي نسخة كوري من مويست كريتيكال، بيطلب منها إنها تحلق له كل شعره، قصة الباسكت اللي هي السيجما آرك دي. مستغربة، بتقرر إنها تنفذ طلبه. اللي بيثير فضولها هو إزاي كتاف سيونج هو بقت أعرض. يعني خلينا صريحين، مفيش بنت هتقول كده بجد. هو بيقول لها إنه بيتمرن في الوقت اللي ميك يونج بتتكلم عن إن الستاتس ويندو ليها علاقة بحياة النجاة في اللعبة. الأويكنرز دول ناس لعبوا اللعبة مرة واحدة على الأقل. طول الوقت ده سيونج بيعمل عبيط وبيوافق على كل حاجة، بس هو كمان بيسأل بفضول عن مصدر معلوماتها. فجأة واحد متوشم بيدخل المحل وبيكشف إنه جاي عشان المعلومات الجديدة. الغريب إن الراجل ده كان اتخانق مع سيونج هو قبل كده، بس في مسابقة غنى بس. البطل بتاعنا متعصب إن المهرج ده هو مصدر معلوماتها. الشعر الأشقر بيقول لها إن شخص معين مسح الفيديو وبيحتفظ بالمعلومات لنفسه بس. دي لحظة محرجة عشان الراجل ده حتى بيعلن إنه بيحاول يعمل دوكس المكان اللاعب الحقيقي. سيونج هو فضولي قوي بخصوص الشخص الغامض ده. إنهاك بيقول اسم كيم بابجوا اللي كان اسم المستخدم بتاع سيونج هو. ده بيعقد الأمور أكتر، عشان دلوقتي البطل بتاعنا عارف إن في ناس بجد بتطارده. إنهان بيجبر الشابة إنها تكون جريئة وتنضم لفريقهم. سيونج هو شايف إن الموقف كله غبي. السبب الوحيد إنه مسح الفيديو هو ببساطة إنه كان محبط، ما فكرش خالص في أي مكاسب شخصية. على أي حال، المتخلف ده عامل فيها فاهم كل حاجة وبيتكلم كلام كبير، حتى بيشتم سيونج هو عشان ساب الكل من غير ما ينشر معلومات عن الستريمز بتاعته، وهو ما يعرفش إن نفس الشخص اللي بيدور عليه قاعد قدامه. سيونج هو بيتسائل إذا كان رد فعل المجتمع هو كمان. ده بيخليه يفكر إذا كان المفروض يغير مساره ويشارك المعلومات. برو بيقوم بنفسه عشان يواجه إنهاك وبيزعله عشان بوظ له حلقته في نص الجلسة. إنهاك بيحاول يعمل دور الراجل الجامد مع بطلنا، لكن شنغهاي بيبص للقصير ده بنظرات قاتلة وبيأمره إنه يحتفي بسرعة إلا لو كان عايز يتفضح تاني. خايف الواد ده بيخرج من المحل والست بتودعه. مينك يونج بتحس براحة لما شافها متضايقة. بطلنا بيطلب رقمها بس عشان هو شايف إن الواد ده بجد مهرج وممكن يهدد حياتها. لما رجع البيت بطلنا شكله بقى زي الموديل باللوك الجديد بتاعه. الأول ركز على اليوزر نيم بتاعه وقرر يدور على معلومات في الفورم. اللي لقاه كان مقلق، الفورم كله كان غرقان شتايم وسباب موجه ليه. كان بيجيله كره لا نهائي لحد ما في الآخر لقى اليوزر نيم بتاع إنكي هوك. المهرج ده حتى استخدم اسم مستعار نيك نيم بالرغم من ان التحقق الكامل فيريفيكيشن كان متاح على الموقع. صفحته كلها كانت غرقانه تعليقات سلبيه عن بطلنا، كاره حقيقي ورادتر بالروح والجسد. سيونج هو بيقفل الكمبيوتر بتاعه، عارف ان دي هي ردة الفعل الوحيده المناسبه. هو ما تاثرش نفسيا بس كان محبط. بس بعدين مخه حس باحساس غريب من الهدوء وهو بيأمر البورتل. قضى اليومين اللي بعد كده بيظبط مخبأه، شغال في التعدين والبناء. الفأس ساعدته وبعدين فرد المونة بالمية وسواها كويس كل يوم. لما الشغل خلص بيطلع يستنى المونة تنجف. في اللحظة دي بيبص للقمر الوحيد. فجأة سيونج هو أدرك إنه لازم يرد على الظلم ومستوى القسوة ده. هو مش بطل ولا بيدور على هدف عظيم في الحياة، هدفه الأسمى هو البقاء الأسمى. ده كل اللي يهمه طالما هو بيكسب. وهو بياخد قراره بيلف وبيلاقي نفسه خايف. في بون ريبر بيتحرك ناحيته وبيعمل صوت. سيونج هو كان متعصب أصلا فلقى أخيرا هدف يركز انتباهه عليه. انفجار عالي بيحصل بعد كده وبيبلع كل حاجة في اللهب. المرة اللي بطلنا بيصحى فيها بعد كده بيكون متغطي بخدوش، هو حتى مش عارف ايه اللي حصل دلوقتي ده. بس بعدين افتكر منظر البون كريبر. الحاجة الوحيدة اللي محيرة دماغه هي ازاي قدر ينجو من انفجار من مسافة قريبة جدا. بس ده كمان ليه إجابة. أول ما شاف البون كريبر سيونج هو كان عارف إن الزفت ده على وشك إنه ينفجر حتت فجرة، بس الانفجار لسه لحقه وخبطه بقوة كفاية إنه يغمى عليه وما يموتش. بس ده الحركة الصغيرة اللي عملها دي كلفته كتير برضو. سيونجو جنبه اليمين كله طعنات وبيستجمع آخر شوية قوة عنده. بيفتح شاشة الحالة عشان تساعده. إحصائيات السيستم نزلت بسبب حالته دلوقتي، بس بفضل إنه قضى على المخلوق ده كسب نقط على هزيمته.
صداع بيرن في ودانه وبدأ يسيطر عليه ومتقل على حواس يونجو. بآخر ذرة طاقة عنده بيؤمر البوابة إنها تتفتح. في المشهد اللي بعده أول حاجة عملها إنه عالج جروحه، وده كان فيه إنه يشيل شظايا العظم من المخلوق. كانت مؤلمة جدا وهو بيشيلها ووجعته قوي. المرهم عمل مفعوله السحري وساعده يوقف النزيف. بعد ما اطمن على حالته وربط الجرح كويس، سيونجو في الآخر أغمى عليه. ده كان آخره لليوم ده. تاني يوم الصبح الفجر طلع وصاحبنا قام تاني. هو فاكر إنه ممكن يموت في أي لحظة دلوقتي. أول حاجة قلقان عليها إنه يتأكد جروحه خفت ولا لأ، ففتح شاشة الحالة. السيستم باين عليه بيقول إنه كويس، فده كويس. قام وفكر في سؤال، إزاي مخلوق زبي كده لقاه أصلا؟ أولا الغابة واسعة قوي، فمش مستبعد إن مخلوقات تطلع من مخابئها فجأة كده، وده نبهه أنه يركز أكتر على تطوير إحصائية الإدراك عنده اللي هتقوي قدراته على الكشف. الطرق الوحيدة لزيادة الإحصائيات دي في اللعبة إنك تستخدم نقط الإحصائيات طبعا، ودي بتحصل عليها عن طريق الصيد أو خبرة الاستكشاف. طريقة تانية لتقوية الإحصائيات إنك تستخدم معدات أو أسلحة بتقوي المستخدم. المشكلة الوحيدة صورة لعبة زبالة قوي وصعوبتها خرافية. حتى عشان تجيب أدوات إحصائيات بسيطة لازم تواجه وحوش خطيرة أعلى بكتير من مستواك، وده معناه إنك تحارب وحوش جهنمية عشان سلاح بس. بعد ما تهزم الوحوش ممكن تفتح مهارات كمان. وحوش المستويات العالية بالذات كانت بتتوقع على بناء على شروط معينة، بس مش كل مهارة كانت بتناسب كل لاعب. فدلوقتي سيونجو بيفكر في طريقة مضمونة عشان يجيب أدمات بتقوي الإحصائيات. قرر يرجع بالذاكرة للقصة الخلفية اللي ظهرها في اللعبة. القصص دي بتحصل قبل ما الكويكبات تقع على إيرث، وده معناه إن زيارة الأماكن دي ممكن تخليك تلاقي أدوات مميزة قبل ما القيامة تيجي أصلا. بس دي مجرد نظرية لعبة، فهمت؟ سيونجو عارف إنه لازم يحارب وحوش أقوى. كمان قضى كام ساعة اللي بعد كده بيقرأ معلومات قديمة، وعرف عن 3 أماكن مهمة حصلت فيها القصص الأساسية: السفينة الروسية، وهوب جوبلin، وواحد تاني حادثة أورك بتاع جاري ماونتن الأسرع فيهم كلهم. حسب اللقطات الأورك اكتشفوه يوم 26، عشان كده لازم يمشي يوم 25 عشان يلاقيه بدري، ومهمته الجاية قدامه. بطلنا مسك تليفونه واكتشف إن ميك يونج بتكلمه في وقت متأخر. في المشهد اللي بعده الاتنين في كافيه، سألته عن حالته وبتسأله ليه اختار يلبس تيشيرت بكم طويل في الصيف الحر ده. هو لازم يخبي جروحه، واكتشف ان الست دي ملاحظة اكتر بكتير مما تبدو عليه. هي فاكرة انه متضايق من الحادثة اللي حصلت في المحل، بس سيانج هو نفى اي حاجة زي كده. هي فرحت لما سمعت وعبرت عن قد ايه كانت خايفة. سيانج هو فكرها بالشتاء اللي فات، بس لما الراجل ده عمل مشاكل باستخدام ونش معدل بشكل غير قانوني، وبعدين بدأ يضرب ناس ضعيفة. الخلاصة هو بني آدم زبالة. ميك يونج اتصدمت لما سمعت الخبر ده. ما كانش عندها اي معلومات عن الراجل ده قبل كده، بس بطلنا ترجاها انها تبعد عنه. سيانج هو بعد كده سألها مباشرة عن سبب انها عزمته. الشابة اللطيفة دي قربت من ودنه وكشفت انها في الحقيقة مستيقظة. سيانج هو ما كانش عنده اي فكرة ليه هي كشفت معلومات حساسة زي دي اصلا. مشي معاها عادي، عمل نفسه غيران انه ما حصلش على نفس الحظ. هي حست بالذنب عشان كدبت عليه، بس هو طمنها ان الموضوع عادي. بعد ما خلصوا مقابلتهم قام عشان يمشي. سيانج هو كان مبسوط انه تأمن على المعلومات دي، واعترف انه حاسس احسن بسبب كلامها. قبل ما يمشي ساب تلميح صغير بذكر اهتمامه بلعبة سيرفايفل لايف، وعنده نية كاملة انه يدرس اللعبة دلوقتي. لما رجع البيت سيانج هو اعترف انه ببيت ده حاسس بالسعادة، انه لقى ناس زيها باخلاق كويسة. رجع المحلات وفعلا اشترى درونز جامدة قوي، وحط عربية ايجار عشان يتنقل بيها، وبعدين راح على طول لسريره عشان يستريح لليوم اللي بعده. اليوم اللي بعده جه فعلا. اول ما الفجر بان بدأ يجهز مواد عشان يصطاد الاوركس. في قاعدته الرئيسية طحن ونقى احجار الاشعال، كان لازم يتعامل معاهم بدقة والا كانوا هيولعوا لو اتضربوا غلط. بعد كده ركز على الحجر المضيء، استخراجهم بيعميك بضوءهم، بس ده كويس عشان كده هو بيكمل. بعد ما طحن الاتنين عمل منهم بودرة، كده يكون جاهز كل حاجة للمهمة. بعد كده صب سكر وبنزين ومذيبات عضوية. آخر مكون كان مادة تصلب عشان حجر الإشعال يتجمد. بفضل بوابة الأبعاد بتاعته اللي إحداثياتها مرنة، قدر يجهز مكتب بسهولة ومن غير أي صعوبة. قبل ما يمشي لم كل شنطه في عربيته الإيجار، وكان راضي عن اللي اشتراه. بعد ما جهز كل حاجة سيونجو سقى عربيته الجبل جيري عشان يقتل الأوركس. وصل موقف عربيات معسكر يونجز أنكر قبل الساعة 12 بالليل، وقضى الوقت اللي فاضل في تدريب ذهني وحافظ على معداته. لما الساعة دقت 12 بالليل بدأ بحثه الشامل. بعد ساعتين المطر زاد وبقى أسوأ، والضباب اللي عمله المطر خلى الرؤية صعبة قدامه. كان مستغرب الأوركس بتطلع من الأرض منين، خصوصا إنه كان بص حوالين المعسكر كله. كان فاكر إن ظاهرة المقدمة دي مش بتحصل في الحقيقة، بس فجأة أفكاره اتقطعت بزمجرة عالية، وهو مرهوب بص وراه ناحية مصوت جه. كان في خيال غامق بيقرب منه. بطلنا أدرك إن أوركس، ومش أي أوركس، ده نوع فرعي من الأوركس الحمراء، وده معناه إن في مهارة مضمونة هتنزل منه. كانج سانج هو حاول يهدي نفسه وهو بيضرب فرقعة. لو كل حاجة مشيت حسب خطته أكيد هيقدر يمسكه. الطريقة اللي فكر فيها عشان يتعامل مع الأوركس بسيطة. أول خطوة هي إنه يستخدم عدوانية الأورك عشان يستفزه. لما الأورك يتشتت بوهج الفرقعة ويبدأ يهاجمها بفأسه، دي هتكون اللحظة المناسبة لاقتناص الفرصة. يصوب على الأورك ويفتح البوابة فورا.
وفي نفس اللحظة يمسك ويفتح قنبلة ضوئية. بسبب الضوء الشديد الأوريك هياخد حوالي 20 ثانية عشان يستعيد رؤيته. ده بيخلق سباق للزمن. بعد كده يدمر عضلات الأوريك اللي ارتخت بسبب تأثير الحالة عشان يخلي حركته تقل بشكل كبير. الأوريك بيصرخ من الغضب وبيستخدم فأسه عشان يهاجم بطلنا ويسحقه، بس بسرعة بطلنا بيوطي لما يفأس بتكون على وشك إنها تضربه ويتفادى الهجوم. بعد كده بيطلع سكينه وبيطعن رجل الأوريك. في اللحظة اللي رجل الأوريك بتطعن بيصرخ من الألم وبيقع على ركبه. لما مستوى عين الأوريك وبطلنا يبقى واحد هيدخل علبة اللهب اللي جهزها في بقه تنفجر، وبعدها على طول بطلنا بيبدأ يحتفل بانتصاره. فجأة لكمة من إيد الأورك بتيجي في بطلنا وبتطيره ورا. بيقوم وهو عارف إنه ما كانش المفروض ينزل دفاعه بدري كده. بيبص على الأورك وهو جاي ناحيته وجسمه اللي فوق مولع نار، بس شكله كده مش هيعيش كتير. بطلنا متأكد إنه خلاص هيموت وهيتقطع حتت على إيد الأورك قريب. في اللحظة دي بالظبط السيستم بتاعه بيبلغه إن مستواه بقى ليفل 3 وإنه لسه واخد 10 نقط زيادة واكتسب مهارة ويل تو سرفايف. بيقوم وهو بيقول لنفسه أنا مش قادر استحمل ده. بيتسائل فين الدروب ايتم، وفي نفس الوقت فيه نور بيلمع على معصمه. بيبص على معصمه والدروب ايتم اللي خده طلع واتش بيرسبشن. بيتنهد براحة عشان كان هيبقى غلبة كبيرة إنه يلاقي الدروب ايتم في المطر ده. بيقرب من الأورك الميت ودماغه بتغلي وهو بيفكر هيعمل إيه بيه. بيفكر بينه وبين نفسه إن حادثة جوريسون أورك كانت تحت إمبارجو، وبعدين بيتسائل لو صح إنه يكشف المعلومات دي عشان الوضع ممكن يسوء. بيفتكر اللي ميكيونج قالته له عن إن الأويكند هم الناس اللي لعبوا اللعبة دي مرة واحدة على الأقل، وده معناه حاجة واحدة بس، لازم يكون في كذا ألف واحد أويكند. حتى لو أقلية صغيرة منهم كانوا ناس زي أوين هوك هيتسببوا في انهيار النظام والقوانين عشان مكاسب شخصية وهينشروا الفوضى. دلوقتي أكبر مشكلة هي إنه ما ينفعش يسيب الأورك الميت لوحده، وإلا هيتحول لبون كريبر وهيبدأ يأذي الناس بكرة. فجأة فكرة بتيجي في باله، ليه ما فكرش إنه هو كمان ممكن يتحول لزومبي؟ حتى لو هو أويكند ممكن برضه يتحول لزومبي لو اتصاب بالجراثيم. مش عارف يعمل إيه صح ومش قادر ياخد قرار. بيفتح البورتال وهو بيفكر في الكام واحد اللي هيكونوا لسه عايشين. الأكيد إن كل ده يستاهل نهاية منظمة. بطلنا بيبدأ يحفر حفرة في الأرض عشان يدفن الأورك اللي لسه قتله. بيتعب بسرعة وبيفكر إزاي هيقدر يسحب الأورك لجوه. المهارة اللي لسه واخدها ويل تو سرفايف بتتفعل عشان الإرهاق بيحفزها إنها تخلص المهمة دي فورا. البطل بيبدأ يخلص شغله بسرعة ومفيش قدامه غير إنه يشتغل بأقصى سرعة ممكنة، وبعدين بيرمي الأورك في القبر بتاعه وهو شاكر للمهارة دي. بعد كده بيفتح البورتال وبيلاقي نفسه في عربية ماشية. الآثار الجانبية بتاخد وقت عشان جسمه يستعيد عافيته قبل ما يقدر يرجع لأنشطته العادية. تاني يوم بيصحى وهو مستغرب لو الجو اللي شايفه ده حقيقي. حسب الخطة كان المفروض يكون عمل خط دفاع خلاص. بيبص في تليفونه مستغرب لو بقايا الريد أوركا كلها اختفت. هو ناوي ما يبدأش أي حاجة النهاردة، الوقت مش مناسب ليه خالص، وبيقرر يبص على الحاجات اللي اتبعتت الصبح بدري. جوه الصندوق في كل الأسلحة اللي محتاجها، مع إنه يقدر يستخدمها بس كإنديان وور كلاب. لسه في كام حاجة ناقصة من الطرد. بيمسك ورقة مكتوب فيها إن في حاجات طلبها غير قانوني امتلاكها وما قدرتش تعدي من الجمارك. وهو مشغول بيبص على الأسلحة اللي جابها بيسمع عربية توصيل تانية وبيقول بصوت عالي يسيبوا الحاجة عند باب بيته. الباب بيخبط وده بيخلي صاحبنا يستغرب ليه عامل التوصيل ما سمعش كلامه. بيحاول يكرر كلامه وبعدين بيفتح البوابة. ما كانش عامل التوصيل، كانت ميكيونج. هي واقفة هناك بتشرح له إنهم ما اتقابلوش بقالهم كتير وإنها عايزة تتكلم معاه في حاجة. هي ماسكة شنطة فيها أكل وبتسأله لو عايز ياكل رباكي معاها. دلوقتي فاضل 24 يوم بس على ما القيامة تيجي. صاحبنا مش مصدق إن ميكيونج أخيرا زارته في بيته. هو بوضوح متوتر ومش قادر يبطل يحمر وشه. بعد ما بتقدم الأكل بتقول له ياكل قبل ما الأكل يبرد، وهو بيسمع كلامها. بيخلصوا أكل بسرعة وبيسألها كانت عايزة تتكلم في إيه. هي بتدخل في الموضوع على طول بما إنه ذكر قبل كده إنه كان بيدور على صورة عشان تقدر تناقش معاه معلومات مهمة بخصوصها. ده مش اللي صاحبنا كان فاكره إنها جاية تتكلم فيه. هو افتكر يمكن عايزة توعده، بس بيطمن نفسه إن الكلام عن حاجات نهاية العالم معاها هيكون أحسن حل دلوقتي، لأنه محتاج صحبة كويسة حواليه في وقت صعب. هي بتبدأ بسرعة تطلع الزبالة وصاحبنا بيجهز لحاجات تانية. طلع الكمبيوتر بتاعه، حتى كشف لها إنه صحي لأنه لو عرفت بطريقة تانية مش هيكون كويس قوي. بيبدأ يشرح بالتفصيل وبوضوح عن وباء الوت المعدني، وإن التجول مع مجموعة فيها أكتر من 6 أشخاص بيخلي المجموعة هدف سهل للزومبي. فهم الموضوع ده مهم للبقاء، وده اللي بيخليه أهم مهارة بين الباقي. الهدف من اللعبة إنك تعيش. ولما جه يشرح أكتر هي وقفته. هي اتكلمت عن اللي قاله أوين هوك وإن كيم بابلوفر بيتعرض لهجوم كبير، فليه هو مش بيقول أي معلومات؟ بطلنا ما كانش عنده إجابة لسؤالها وطلب منها تخمن. تخمينها كان إن كل واحد عنده سبب والظروف بتبرر ده. بعدين بطلنا قالها إنه رفض عرضه إنه ينضم ليه، وهي استغربت هو ليه عامل كده. هو طلع موبايله عشان يوريها السبب. كان تسجيل ليهم وهم بيتكلموا عن خطف بنت، وبما إنها بتتقتل سماع الكلام ده كله خلاه يغضب. هو بص لي أنا كيونج وبيبلغها إيه اللي هيتكشف لما تحصل نهاية العالم وشوش الناس الحقيقية. بطلنا نصحها ما تثقش في أي حد
بس هي فاجئته لما اقترحت عليه إنهم يعملوا فريق سوا. بطلنا قبض إيده عشان ما كانش قادر يقول إجابة على طول. واحد من أهدافه إنه يوصل لليفل 10 ويفتح الشوت قبل التوتوريال، وده بيعمل مشكلة. في سيولة في نظام إن رتب الوحوش اللي بتظهر تاني بتتغير حسب الليفل، لو هي جت معاه أكيد هتموت أسوأ ميتة ممكنة. هو ضحك بتوتر وهو بيتسائل هي هتعمل إيه لو هو بقى زومبي. هي طمنته إنها هتكون كويسة واستخدمت التريد بتاعتها عشان تتنقل لترابيزة الأكل بتاعته. هي بتتباهى بالتريد بتاعتها اللي اسمها بلينك، هي بس محتاجة تتفاداه لو عضها في أي وقت. هو اتفاجئ بمهارتها بس حذرها ما توريهاش لأي حد، بس هي قالت إنها بتثق فيه. بإشراق هي اقترحت إنهم هيكونوا فريق عظيم لو ما بقوش زومبي. بعد شوية هو واقف جنب الشجر وهو بيفكر قد إيه كان سهل إنه يعمل سياج. أول خطوة كانت إنه يدق أعمدة دعم في الأرض عشان يثبتهم، بعدين لف السلك الشائك حواليهم وثبتهم، بعد كده ركب انفراريد في كام مكان وشغله خلص. هو بص للشغل اللي عمله وبيشكر في نفسه وهو متأكد إنه المفروض ياخد على الأقل نقطة ديكستيريتي على ده. سيونج هو بدأ يرجع وهو بيكمل شغل المونة وبيعمل حيط الدفاع. هو قرر يبدأ ينقل الطرود. هو خلص نقل الصناديق بعد شوية وهو بيقيس إيه اللي هيعمله بعد كده. فجأة حس ببرد وعطس. هو أدرك إن العالم التاني هيكون برد وقريب هيضطر ياخد مأوى هنا، عشان كده هو محتاج يفكر في شوية إجراءات مضادة. بطلنا بص المدخل الكهف وقرر يبني بوابة هناك عشان بس ستارة مش هتكفي، مع كل خطوة قائمة الحاجات اللي المفروض يعملها بتطول أكتر. بعد كده بيعدي على ورشة نجارة عشان يعمل حاجات ويشتري حاجات تانية. وهو راجع بص على الأماكن اللي هيسرقها في ال5 ساعات اللي قبل ما وباء الموت المعدني ينتشر. وهو بيعمل القائمة هيونج وقفوا واحد بقاله كتير ما قابلوش، ده مدير جيم ومطلق وعنده بنت صغيرة. بطلنا قرا تعبيرات وشه وما كانتش كويسة خالص. هيونج ما اهتمش كتير بس بدأ يبص على جسمه اللي كان شكله بيرجع للياقته. بعدين بطلنا سأله ماله، فرد عليه إن الموضوع واضح، هو متضايق عشان العالم هيخلص. بطلنا اتفاجئ إن هو كمان عارف، وهيونج سأل بطلنا إذا كان مصدق الكلام ده. في الأول هيونج ما صدقش لحد ما صاحبه بدأ يطير في الهواء. باستخدام القوة الخارقة اللي اتمنحت له بطلنا كذب وقال إنه مصحيش، ما تفعلتش قوته. والراجل الجيم اتنهد بحزن إنه هو كمان مصحيش. دلوقتي صاحبه رايح محطة الإذاعة عشان يعمل شوية فلوس. راجل الجيم شاور والبطلنا يقعد جنبه، وبطلنا أدرك إنه قريب الكل هيعرف بوجود اللي صحيوا اللي اتفعلت قوتهم. هيونج غير الموضوع لحاجة غريبة حصلت، إطلاق النار في يوهيدو. سيونج هو ما صدقش اللي سمعه لأنه ما شافش الأخبار الصبح. طلب منه يروح يتفرج على الأخبار بس المنشور اتشال فورا. الإعلام دلوقتي بيتم التحكم فيه. هيونج شرح الأخبار اللي بعدها، إزاي كانوا بيحاولوا يغطوا على الخبر بأنهم قالوا إن اللي عمل إطلاق النار ده كان هارب من الجيش. دلوقتي منطقة إطلاق النار اتقفلت على الجمهور، والجيش والشرطة بس اللي يقدروا يزوروها. فجأة بطلنا قام عمل حجة عشان يمشي وبدأ يجري. لما رجع البيت إطلاق نار حصل بعد حادثة الأوركا على طول. الموضوع ده كله خلاه يفكر إن الحكومة متورطة فيه، بما إن رد فعلهم خلى الموضوع واضح. فتح ملف على الكمبيوتر بتاعه وداس على فيديو. بطلنا اتفاجئ لما لقى ناس كتير عارفين الوقت بالظبط للوقت اللي سبقت الأحداث. حتى هو اتخلص من الأورك بس إطلاق النار حصل في نفس الوقت. وهو بيفكر زيادة اتساءلت إذا كان حد سرب المعلومات للحكومة بدري وحاول يبدأ إجراءات من أول ظاهرة سبقت الأحداث، ويمكن ما ظهروش في الواجهة عشان ما عندهمش سمة هجومية. هو مش متأكد مين، بس أكيد في حد ورا الحكومة. سانج هو بيستغرب مين الشخص ده ممكن يطلع. هو بحث في الموضوع ده واتبقاله 3 لعيبة مخضرمين. بعد تفكير كتير استبعد فكرة المبتكر، بما ان هم بيعملوا حركة اللعبة دي في الواقع فمبتكرين اللعبة دول غالبا أشرار. لو الأشرار دول مدعومين من الحكومة عمرهم ما كانوا هيسيبوه يقتل الأورك. بيرسم 3 وشوش هم أكبر المشتبه فيهم. بيسأل نفسه لو هو الناجي رقم 1، ولو نظريته دي صح مش مضطر يشارك المعلومات دي مع الحكومة لوحده. بطلنا بيرجع بظهره على الكرسي وبيفكر لو الناجي رقم 1 ده هو الشخص اللي كان يعرفه بجد وحشوه أصحابه المخضرمين وقرر يثق فيهم دلوقتي. غير كده مشاركة المعلومات برضه مش هتوقف الكارثة اللي جاية، عشان كده مش هيتدخل دلوقتي. بعد يومين الباب بتاعه اتعمل والمخزن بتاعه بقى جاهز. أول ملجأ خلص قرر يركب صينيتين لوجستية وبعدين يخرم في الحيطة، بس المساحة طلعت أقل بكتير مما تخيل. عزل البدروم خلص وهو شغال عليه حتة حتة. مشي هو بيفكر إنه هيلاقي حل لما يخلص التعافي في المرحلة التانية. فيه مهمة لازم يعملها، وهي إنه يعمل خرائط بالدرون بتاعه. وهو بيعمل كده لابس نظارة الVR والدرون في الهواء، شاف الملجأ في النص وبدأ يستكشف حواليه. بالدرون قدر يعرف عن حقول التلج في الشمال الغربي ومحيط في الجنوب. المحيط ما كانش فيه وحوش وكان فيه فريسة كتير، فقرر يحط شوية فخاخ عشان يصطاد سمك. فحص الوادي عشان يدرس النظام البيئي حوالين الملجأ.
فجأة شاف المكان اللي دفن فيه الألبير بس الجثة مش موجودة. بيسأل نفسه لو الكرة الكبيرة اللي كلها فرو دي أكلتها. ما كونش رأي قاطع عشان في آثار أقدام كتير جنبها، معظمها آثار أقدام أورك، وده بيخلي الموضوع مريب أكتر. قاس المسافة بين الوادي والملجأ اللي هي حوالي 1.5 كيلومتر، وده خلى الملجأ أخطر مما كان يتوقع. ولما عرف إن الغلام قريبين قرر يرجع الدرون للملجأ عشان ما يصدرش يخسره. قدر يرسم خريطة كويسة ويعرف إيه أنواع الحيوانات اللي موجودة في الغابة. الحاجة اللي بعد كده لازم يعملها هي إنه يفحص كل المناطق دي بنفسه. هيبدأ بأقرب مستنقع عايز يشوف فيه زراعة على قد ما يقدر. فجأة الأشعة تحت الحمراء بتشتغل وبيطلع بره وهو عارف إن دول غولان حواليه بآثار أقدامهم. بطلنا كان بيفكر في الموضوع ده أصلا، فده عمل له فرصة مثالية. سأل نفسه يا ترى ده بسبب مستوى الإدراك بتاعه اللي زاد مؤخرا؟ حتى أصغر صوت كان واضح جدا ليه. بعد شوية قدر يلمح كام غول من غير ما يبين نفسه، وده عمل له زاوية كمين مثالية، وسحب رمحه وسهمه وشن هجوم ناحية راس الغول. الغول وقع ميت، وباقي الغيلان هجموا على بطلنا وبدأوا يجروا ناحيته عشان يهجموا عليه، بس هو بسرعة خلص عليهم كأنهم سهلين في القتل. قتل 4 منهم وبعدين راح يهجم على ال4 الباقيين. بطلنا تحاوط بيهم، بس هو طلع حاجة من جيبه اللي خلت الغيلان فورا يقعوا على ركابهم. وهم على ركابهم كده بطلنا مسك سكينة وقطع رؤوسهم. استغل إرهاق الغيلان عشان يكسب المعركة دي، لدرجة إن هو نفسه ما صدقش إنها نجحت. دلوقتي الأيام اللي فاضلة على وصول نهاية العالم هي 21 يوم، وهو بيحفر الأرض بطلنا حس بتعب، وفجأة الميزة بتاعته اتفعلت وجسمه بقى مليان كفاءة تاني. أدرك إن المهارة بتاعته مش عديمة الفايدة تماما. في النهاية خلص دفن جثث الغيلان، وبعدين بص على الغنايم اللي جمعها. أول حاجة جمعها كانت جوارك أوف فروت اللي بتساعد بشكل كبير وبترجع القوة. كان في كمية زيت نباتي كبيرة في الغنايم، وده خلاه يفكر إن ممكن يكون في حصاد قريب. بص في شنطة الغول الزعيم واتفاجئ لما لقى ضفدع حي جواها. الضفدع ده كان لونه أزرق، وده خلى بطلنا يستغرب ليه يشيلوا ضفدع حي بدل الميت. فجأة الضفدع بدأ يطلع ريحة، وبسرعة بطلنا أدرك إن ده سم شلل الغيلان بتستخدمه. فورا بطلنا قرر إنه لازم يربي الضفدع ده مهما حصل. مش بس هو شايف الضفدع لطيف جدا، لكن كمان قدرته على استخراج السم هتخليه يقدر يعمل مقاومة للسموم عن طريق حقنه في جسمه. بسم الشلل ده الصيد هيبقى أسهل كمان. وبعدين بطلنا قرر اسم للضفدع جو دوك، وهدفه إنه يأكل جو دوك كتير. النظام بتاعه بدأ يبلغه إن الضفدع ده بقى ملكه دلوقتي. سأل نفسه يا ترى ده زي خدعة خفية اتضافت في الواقع؟ بدأ يفكر زيادة ويحلل الموقف بزيادة. بعد كده بطلنا بدأ يستكشف وفتح البوابة الأبعادية. بالبوابة دي فضل رايح جاي لحد ما خلص إعادة تنظيم نفسه. بعد كده على طول بدأ يدور في اللي حواليه، ولقى عين مياه كان فوتها بالغلط وهو بيستخدم الدرون. بص للمياه واكتشف أنها مياه عالية ومفيش منها أي خطر كبير. اتفاجئ لما لقى مخبأ قريب من الملجأ بتاعه، وورا عين المياه على طول لقى شجرة جواكا تري وبراعم زيت نباتي. بطلنا قطف ثمار الجواكا وجمع كمية كويسة من براعم الزيت النباتي. بعد كده ساب علامات على الشجر في كل مكان راح فيه عشان ما يتوهش ومنساش طريق المكان ده، وبدأ يرجع. في شقته أكل حيوانه الأليف الجديد جودوك. هو بيربي حيوانه الأليف في شقة الدور الثاني دلوقتي. ما قدرش يسيب جودوك في المخبأ لأنه كان هيموت. غير إنه يهتم بحيوانه الأليف كان في حاجات تانية كتير لازم تتعمل. أكتر حاجة خدت وقت كانت صناعة المرهم، وعمل منه كمية كبيرة بالغلط. مش عارف يعمل إيه. ما يقدرش يديه لميك يونج عشان هي كمان أويك زيها زيه، فقرر يديه لهيونج. عند هيونج شرب مشروب البروتين وبطلنا اداله المرهم، وده خلاه يستغرب ايه ده. بطلنا شرح انه اشترى منه كتير وان المفروض انه كويس للجروح. هيونج سأله بهزار لو هو بيشتغل في التسويق، وبطلنا نفى. ومع ذلك هيونج كان شاكر ليه على المرهم وعلى انه بعت له معلومات ليها علاقة بسورة. بعد كده سي هونج هو لاحظ ان الجيم هادي زيادة عن اللزوم، واللي صاحبه شرح له ان الكل راح يعمل خطط بعد ما الراجل بتاع الإذاعة نشر المعلومات اللي كان يعرفها. فدلوقتي هم قرروا يعملوا قاعدة هنا. بطلنا حذروا ان وجود ناس كتير علامة خطر، بس هيونج مش عايز يسيب أعضائه، هو مخلص ليهم زيادة عن اللزوم. بعدين هيونج سأل سي هونج هو ناوي يعمل ايه، وهو بس طنش الموضوع. فجأة سمعوا صرخة وسي هونج هو حس انها مألوفة. بص لتحت على المبنى وشاف ميك يونج على الأرض. الاتنين جريوا عليها وهم مستغربين ايه اللي حصل. هي شرحت انها تعرضت لهجوم بس ما قدرتش تشوف مين اللي هاجمها. هيونج على طول راح يراجع بره المبنى في المنطقة كلها، بالرغم من ان بطلنا حاول يوقفه انه ما يطلعش دلوقتي. في الوقت ده بطلنا فضل مع نيك يونج، وهي وضحت ان كل حاجة بقت ضلمة قدام عينيها وما قدرتش تستوعب ايه اللي حصل. لما سمع كده قشعريرة جريت في ظهر بطلنا وهو بيستوعب اللي بيحصل، وطلب منها تستخدم قدرتها بلينك فورا أول ما يحصل حاجة زي كده، عشان هم خلاص بدأوا يتحركوا. وطمنها إنه هيبعت لها عدة دفاع عن النفس قريب، وطلب منها تخلي بالها كويس قوي من دلوقتي.
فاضل 20 يوم بس على نهاية العالم. في ميم مشهور من زمان، لو 5 اتجمعوا واحد منهم أكيد هيكون ملوش لازمة. الترولرز موجودين في كل حتة في العالم، خصوصا في صورة. في صورة في باتشز بتعمل مشاكل، المطورين بيردوا على البلاغات بس ما بيصطادوش الترولرز. في صورة الترولرز بينضموا الفريق وبيعملوا نفسهم لعيب عاديين، بس بعد كده بيستدرجوا الفريق لمنطقة مليانة وحوش، وده بيخلي الفريق كله يتقتل. بيتعاملوا مع المبتدئين بلطف بس عشان يقتلوهم بعدين ويسرقوا حاجتهم. الترولرز عملوا كل أنواع الحاجات عشان يخلوا الفرق تحارب بعض. خلوا اللعبة اللي ما كانتش مشهورة أصلا تنهار في سنة واحدة بس. عدد المستخدمين نزل 4 عشان فريق سي يونغ هو اهتم بالترولرز اللي فاضلين. بطلنا بيستغرب هو ليه بيشرح كل ده، وبعدين بيلخص كل اللي لقاه لحد دلوقتي. مجتمع الأويكنرز اتجمع بعد تبادل إطلاق النار بتاع يو إيدو. هما مش بس بيدوا معلومات، لا دول كمان بيخططوا المؤامرات. وقف في نص الجملة لما اكتشف إن الناس بتبيع فيديوهاته كمان. كل ما بطلنا بيقضي وقت أكتر في الموقع بيعرف إن زميله داوا جوسم كان ترولر. اتصدم لما شاف الصورة المصغرة لفيديو داوا جوسم اللي بتقول إنه اتسند من كيم باب زاو. دلوقتي سي يونغ هو بيسأل نفسه يا ترى الترولر ده بيحاول يستدرج الناس بفيديو متعدل؟ بشكل مفاجئ سقف لداوا جوسم، لأن داوا جوسم بيتمدح على طريقة تفكيره. اتمدد وهو بيقرر إنه يتدرب أكتر عشان يقدر يتعامل مع النوع ده من الناس. على مدار ال 13 يوم اللي جايين كل ما كان بيلاقي وقت بطلنا كان بيتعلم باستمرار استخدام الأسلحة والتقنيات اللي ممكن تستخدم في قتال حقيقي من قناة سرفايفل نيتيوب على الإنترنت. على الجانب الآخر في نفس الفترة دي شاف وحوش بتهاجم بما فيهم مخابئ. بالإضافة لكده في عدد من الاستراتيجيات والأسلحة اللي ما خدتش في اعتبارها مرض الواير ديزيز. عشان كده بعد التدريب في ال 13 يوم دول سي يونغ هو أخيراً متحمس إنه يختار سلاح رئيسي، سلاح ممكن يستخدم لو مرض الواير ديزيز جه، واللي كمان كويس لمضاد الأفراد وللقضاء على الوحوش. بيبص في شنطة العدة بتاعته وبيلاقي عصاية حرب هندي ونبلة خشب وخرسطين أحمر وفؤوس حجرية مصنوعة يدوياً، بس ولا واحدة فيهم مناسبة لظروفه. بعدين في الأول بطلنا بيقرر يجرب النبلة، ليها استخدامات كتير ومفيدة بأكتر من طريقة، بس خرز الطين الأحمر مش واضح عشان قوته ضعيفة. بعد كده بيقرر يستخدم عصاية الحرب الهندي، بيفكر إن أول ما مرض الواير ديزيز بقى أمر واقع ما بقاش في داعي للقلق. أسهل طريقة للقضاء على الزومبي هي تدمير الجراثيم اللي عايشة جوه الجمجمة بسلاح غير حاد. بيفتكر إن أول سلاح قرر يشتريه بعد ما وصل للليفل 10 كان نوعه سلاح غير حاد وهو عصاية خشب الأبانوس، وعشان كده كان ضروري يرفع كفاءته. بس دلوقتي بطلنا بيسأل لو عصاية الحرب الهندي دي كويسة ضد الناس كمان. هو شايف إنها مش واضحة عشان هيبقى صعب عليه يتعامل مع صحوة نفسية بديها. هو عارف إن في حياة البقاء قتل الإنسان بيدي 50 نقطة. نظام القاتل اللي كان بيتطلب مواجهات موت مع اللاعبين القريبين لو اتسجل كقاتل منع إساءة استخدام قتل اللاعبين، مع إن هيبقى في عدد كبير من الناس اللي هيقضوا على المستخدمين عشان ياخدوا نقط أكتر حتى لو تعرضوا لعقوبات. في نفس الوقت هو بيدمر الدنيا تماما بعصاية الحرب الهندي بتاعته. بيقرر يتجنب النوع ده من اللاعبين لحد ما يخلص تجميع الأدوات والمهارات. بعد ما اتدرب جامد بطلنا بيمسح عرقه من مكانه وهو بيخطط إنه يفكك المحل بالكامل، بس بيقف في نص كلامه لما بيسمع صوت ديب جاي من قريب. بيتصدم وبيسأل نفسه لو في واحد اتصاب قريب من المخبأ. بعدين سونغ هو بيلاقي الديب اللي حجمه أكبر من الطبيعي، بطلنا ممكن يركبه كمان. النظام بيكشف عن اسمه جراي وولف، بس لما بيبص عليه كويس بيلاحظ إنه ما بيتنفس. بيسأل نفسه لو ده ديب ضل ولا واحد جه قريب من مخباه بعد ما اتهاكم. عشان يلاقي معلومات أكتر بطلنا بيبدأ يفحص إصاباته، بس فجأة ديب صغير بيخبطه في ظهره. سونغ هو بيعرف إن الديب الميت ده هو أم الديب الصغير ده اللي واقف بينه وبين أمه عشان يقدر يحميها. بيتوه عشان مش هيقدر يستخدم القوة عشان يفصل الديب الصغير ده عن أمه. بيمسك مجرفة وبطلنا بيقرر يدفن الديب الميت بسرعة. وهو بيبدأ يحفر حفرة بيفكر لو الديب ده كان وحش يبقى هيتحول لبون كريبر، ولو لأ يبقى هيجذب وحوش أكتر. بعد شوية الحفرة بتكون اتحفرت بالكامل في الوقت اللي الديب الصغير نايم جنب أمه. وده بيفكر بطلنا بنفسه وهو صغير وبمونج تشي الكلب اللي رباه في طفولته. بعد كده بيمسك الديب الصغير وبيشرح له إن أمه هتنام هنا، وبيضيف إنه ممكن يزور مامته في أي وقت هو عايزه لأنه ناوي يعمل فتحة للكلاب في باب المخبأ. وبعدين سيانج هو بيدي الديب حتة لحمة وبيوعده إنه هيتأكد إنه عمره ما هيجوع لحد ما يكبر، وبيطلب مساعدته في المقابل بحاسة الشم الرهيبة بتاعته. ولما بيسأله لو موافق الديب الصغير بيرد بسعادة بصوت خفيف. بعد كده
بطلنا بيديله اسم دينجو وهو بيطبطب على راسه. شباك السيستم بيظهر وبيبلغه انه نجح في التواصل مع الديب الرمادي، وان الديب الرمادي ده دينجو هيعتبر ملكه. مع ده فاضل 19 يوم على وصول نهاية العالم. سيانج هوم مشغول في تدريب دينجو وبيديله تعليمات انه يكرر الحركات اللي لسه معلمها له. لما بطلنا بينادي على با، دينجو بيحطها على ايد صاحبه، وبعدين الديب بيجري زي ما اتعلم، بيقعد بينام وبيفضل ساكت، بيتبع كل امر بطلنا بيديهوله. اخيرا بيرمي حتة عظم كبيرة في الهواء ودينجو بيمسكها بنجاح بنطة. بطلنا بيحس بالرضا وهو بيلاحظ قد ايه بيتعلم بسرعة، وده غالبا لانه من عالم تاني. بيفكر في مهاراته الممتازة في تتبع الروايح، وفي دماغه بيعتبر دينجو حزمة حظ وبركة. بيهتم بصاحبه اللطيف بقبلة وبيبدأ يقول حاجة، بس تليفونه بيرن. لما سيانج هو بيرد على التليفون بيشوف رسالة من هيونج اللي بيقترح يدور على ليفيتيشن على النت. بعدين بطلنا بيلاقي مقال عن شخص بيتسمى أول سوبر هيومن، شخص بيدعي إن الزومبي والوحوش هيظهروا قريب وهيجيبوا كوارث. المقال ده واصل لرانك 1. في التعليقات الناس متشككة، مصدقين إن قناة البث عملت كده عشان الريتنجز بس. بيلاحظ إن في كتير ما يعرفوش حاجة عن العصور، بس الأويتنرز واضح إنهم قلقانين في قسم التعليقات. بيلاقي الموضوع مسلي إزاي إن في ناس بتزعل لما معلومات قليلة بتتشير، وناس تانية بتتعصب لما اللي هم عارفينه بيتشير. بيتعرف على نطاق واسع. بعد كده بطلنا بيسأل نفسه الحكومة هتعمل ايه. هو عارف ان في ناس بتعمل مظاهرات عن الصدمة والقوى الخارقة، بس بيفوق لنفسه وبيقرر انه ما يتدخلش في المواضيع دي، مع انه بيلمح ان الحكومة في الاخر هتتصرف اول ما العلامة التانية تحصل اللي هي حدث الهوب جوبلين. شونغ ها بيقرر انه ما يضيعش ولا لحظة، بيقول لدينجو ان من النهاردة هيبدأوا استكشاف. جواه بطلنا عارف ان التحضير الكويس هو الحل الوحيد، ودينجو باين عليه انه متحمس لكده، بس بيدخلوا عالم البوابه وشونغ هو بيفكر ليه اختار الاستكشاف بين الابعاد مع دينجو. بيخلي دينجو يشم كيس صغير وبيأمره انه يلاقيها. اول سبب للنوع ده من الاستكشاف هو التحضير لحدث الهوب جوبلين اللي جاي، لانه محتاج دينجو يحفظ ريحه الجوبلينز كويس. في نفس الوقت دينجو بينبح بعد ما لقى اللحم والشجر، وبطلنا بيحس بالفخر انه قدر يتتبعها من مجرد ريحه باقيه. السبب الثاني هو انه يختبر لو دينجو يقدر يفضل هادي في قتال حقيقي ويتبع الاوامر، مع انه بيعمل اشاره والذئب بيجري لقدام على طول. بدقه عاليه دينجو بيصطاد ارنب على العشب وبطلنا بيشكر فيه. السبب الثالث للاستكشاف هو انه يتاكد لو الصيد ممكن في العالم الثاني. شونغ هو بيقرب من دينجو عشان يفحص الفريسه بتاعته، وهو بيبص على الارنب الميت وبيلاحظ مخالبه القويه وحجمه الكبير. بعد كده بطلنا والذئب الصغير بتاعه بيكملوا استكشاف، وهو ماشي لقدام بيتساءل إدراكة دينجو ممكن يكون عامل ازاي كستاتس. بيقرر انه يتجه ناحية الوادي عشان يتأكد بنفسه. بعدين بتظهر نافذة نظام بتبلغه ان صحة دينجو زادت ب1، وهو فاكر ان الهيلث ستات بتاعه هو ككيمبافا كان 170. بطلنا منبهر بسرعة نمو دينجو. فجأة دينجو بيبدأ يكح وبطلنا بيجري عليه عشان يديله مية. بيفكر شريكه انه ما يروحش الغابة لوحده. دينجو بيشرب في الوقت اللي بطلنا بيشوف فلفل اخضر كبير قريب منه وبيتساءل لو هو اكل ده. النظام بيكشف ان اسمه بول بيبر. شونغ هو مبسوط انه لقاه في الغابه وبيشكر في دينجو وبيوعده بمكافآت كتير بعد كده عشان يحصدوا البول بيبر. بعدين بيطلعوا لاخر صيد ليهم. الاتنين بيقعدوا على صخوره على طرف مجرى مائي. المره دي دينجو ما بيلقطش اي احساس او وجود غريب جواه. بطلنا بيفكر ان سمك التراوت الاحمر مش وحوش وما بيديش نقاط او اي غنايم، بس هو شايف ان دينجو الصغير لازم يكتسب خبره، ودي حاجه مهمه. بعد ما اصطاد التراوت الاحمر بطلنا قرر يخلص تحضيرات المرحله الثانيه وبعدين يرجع البيت. قبل تشارلي جونز جروب قبل كده، بس أعضائهم كلهم كانوا مش لطاف، عشان كده هان جين رفض يفضل معاهم بسبب اختلاف الشخصيات. بعد اللي حصل لميك يونغ كل الأعضاء الستات بدأوا يسيبوا الفرقة، ولما اتسألوا عن سبب مشيهم الستات دول قالوا بس إنهم جالهم عروض من فرق أويكنر تانية. هيونغ سأل سيونغ هو عن رأيه، وبطلنا رد إنه على عكس ميك يونغ باقي الأعضاء الستات أكيد اتضحك عليهم عشان ينضموا. بعدين هيونغ كشف فجأة إن فرقتهم دلوقتي بقت 4 أعضاء بس وهو منهم. الكشف ده صدم بطلنا اللي افتكر إنهم كانوا 20 عضو من كام يوم بس. هيونغ ما شرحش أكتر، بس هو عارف إن فرقتهم دلوقتي فيها 2 أويكنر بس. سيونغ هوج يحاول يستوعب ده بصعوبة، وهو فاكر إنهم عملوا خدمات كتير للأعضاء دول اللي برضو قرروا يمشوا. ومع ذلك هيونغ فضل هادي وقال لبطلنا إن دي طبيعة الأمور، الناس دي كانت بتدور على مصلحتها وبس. أكتر من كده هيونغ قال إنه قلقان على جيون الصغير وبيفكر إذا كان يتصل بمراته السابقة ولا لأ. بطلنا حافظ على وشه ثابت وهو عارف إن ظروفهم مش زي بعض، وعايز يعرف إذا كان تفكيره صح ولا لأ، وعايز يسأل هيونغ على حاجة كانت شاغلة باله. بطلنا بيتسائل لو نهاية العالم جت بجد والناس بدأت تهدد هيونغ هيعمل إيه؟ قبل ما يكمل كلامه هيونغ قطعه وأصر إنه مش هيتردد لحظة إنه يقتلهم.
هيونج قال إنه عنده مبدأ ضد إيذاء الآخرين، بس في كارثة من غير قانون مش هيكون في اختيار تاني. هو بيعتقد إن في أوقات زي دي مفيش مكان للشر إنه يعيش. بعدين هيونج سأل بفضول ليه سيونج هو يجيب سيرة سؤال زي ده، وقال إنه ده مش شبهه. بطلنا ما قدمش إجابة حقيقية، وفي اللحظة دي حد صرخ طالب المساعدة. الصوت كان جاي من موبايل بطلنا. هيونج اتسائل إذا كان ده صوت طفل تايه، بس سيونج هو بص في الخريطة وطلب من هيونج إنه ياخد باله من دينجو شوية. في مكان تاني ميك يونج محاطة بأشرار وباين إنها بعتت إشارة استغاثة. المنفذون تو وتراك وهوك سألوا ميك يونج بسخرية ليه بتعمل كل الدوشة دي، وطلبوا منها إنها تنزل. ردت ميك يونج وهي واقفة على حافة سطح بتصرخ إنها رفضت خلاص، بس هم فضلوا يطردوها وبتطلب تعرف ليه بيعملوا كده. يونج هو بيحثها إنها تعيد التفكير، لكن كيمشي تشيول وماجينج بيتقدموا لقدام ومصرين إنهم يتصرفوا بطريقتهم، وبيشاوروا إن بما إنهم في منطقة إعادة تطوير محدش هيجي ينقذ كيونج. كيم تشيول بيقول لها ما تضيعيش طاقتك، وبيفكرها إن كلهم عندهم قدرات، وبعدين بيبدأ عد تنازلي. في نفس الوقت بطلنا بيجهز أسلحته ومستخبي في حارة. عند العد 2 بيرمي كيم تشيول، وعلى 3 كيم تشيول بيتضرب. كل أعضاء المجموعة متلخبطين وبيحاولوا يفهموا مين اللي بيهاجمهم. فجأة بطلنا بيظهر وهو لابس خوذة وبيتقدم عشان يضرب 1 إن، وهو بيحتار إذا كان يكشف عن هويته ولا لأ. باستخدام إنديان وور كلاب سيونج هو بيضرب 1 إن بقوة، وبعدين على طول بيروح لعضو تاني. الشخص ده بيطلع طاقة سودة، فبطلنا بيشك إنه عنده قدرة بتمنع الرؤية، بس سيونج هو بيقدر يضربه برضه. دلوقتي بطلنا نفسه عالي، ولما بيشوف كيونج بتنبهه إنه ياخد باله. بيلف وبيشوف كيم تشيون جاي عليه بمضرب، والمضرب ده بيخبط في خوذته وبيكسرها. سيونج هو بيتصدم من القوة التدميرية اللي ورا الهجوم ده. في نفس الوقت كيم تشيول بيكتشف هو مين، لكن بطلنا غرقان في التفكير ومدرك إن قدرة كيم تشيول الهجومية قوية جدا حتى في المراحل الأولية. كيم تشيول بيتوعد إنه هيشل بطلنا، وأعضاء مجموعته بيقوموا عشان يسندوه ومصممين إنهم يطلقوا كل قوتهم رغم إنهم مش مستيقظين. 1 إن بيهاجم بطلنا بالكهرباء وبيسخر منه وهو بيقرب. سيونج هو مش متأكد يعمل إيه، وخصمه بيستعرض كل مهاراته وبيفكر إذا كان يستخدم بوابة الأبعاد. ولما 1 إن كان لسه هيضرب، دينجو بيظهر ويعض دراع 1 إن. كيونج بيطلع من حارة وبيسأل إذا كان ده مناسب فعلا وفي عز النهار، وبيقول للمجموعة إنهم يمشوا لو مش عايزين مشاكل، وبيسرع إنه بيتصل ب1 أو 12. كل أعضاء المجموعة بيقرروا ينسحبوا دلوقتي. كيونج بيعلق إنهم شكلهم ضعافة بس لسه بيتصرفوا بغرور. بعد كده ميكيونج بتنزل وعلى طول بتمسك راس بطلنا وبتتأكد إذا كان كويس، وبتلاحظ إن خوذته متكسرة، وكيونج بيعرض على بطلنا إنه يشيله على ظهره. لما بيشوفهم قلقانين هم الاتنين، أفكار سيونج هو بترجع لرفاقه القدامى من اللعبة. ولما ميك يونج بتقترح زيارة للمستشفى، بطلنا بيدير وشه وبيصر إنه كويس، وبعدين بيسأل كيونج إذا كانوا ممكن يضموا ميك يونج لفريقهم. هيونج بيقول إن مفيش مشكلة طالما ميك يونج ما عندهاش اعتراض، وهي بتوافق بسعادة. البطل بيمشي وبيقول إن عنده حاجات عايز يعملها، في حين هيونج وميك يونج بيفضلوا مستغربين ليه بيتصرف بغرابة كده. بعد ما بيرجع البيت، بطلنا بيركز على إنه يتحكم في مشاعره ويخطط للمرحلة التانية من تحضيراته. مغادرته المفاجأة كانت حاجة ما ينفعش يتجنبها، ولما شاف هيونج وميك يونج مع بعض حس إنه ممكن يثق فيهم بسر قدراته، بس القرار كان خلاص اتاخد. عشان يستفيد أقصى استفادة من البوابة البعدية، بطلنا لازم يرفع مستواه بسرعة ويركز على إنه يكتسب مهارات ويعمل فارمينج. جملة إسحاقهم بقوة الأيتمز بترن في ودانه أقوى بعد ما حارب عصابة الجبل. هو أدرك إنه لو استعد لنهاية العالم زي ما خطط، هيكون في فرق 3 مستويات أو أكتر، وده هيخلي الوحوش اللي بتظهر جنبه أقوى، وهيصعب عليه إنه يكون فريق مع صاحبته الاتنين. بيفضل شغال لحد ما بيخلص تركيب مدفأة حطب في مخبأه، وهو عارف إن ده هيساعده ينام كويس بالليل. دينجو كمان بيستمتع بالمدفأة ونايم جنبها نوم عميق. دلوقتي بطلنا عنده كام حاجة كمان هيركبها لما توصل، وبكده إعدادات مخبأه الأولية هتكون شبه كاملة. بتصميم بيقرر إنه يسهر الليل كله، وبكده فاضل 16 يوم على وصول نهاية العالم. مذيع أخبار بيحدث المشاهدين عن الكويكب اللي تم رصده قبل كده. حسب التقرير HSA أعلنت إن يون جامبي دخلت نقطة المنتصف في المجموعة الشمسية. HSA بتراقب مسارها عن كثب، بس النيزك اتقطم بسبب جاذبية جوبيتر. ردا على كده، رئيس قسم رصد النيازك توماس تشاندلر بيبلغ الجمهور إن الشظيتين يون جامبي ألفا وبيتا مفيش أي فرصة إنهم يقربوا من الأرض. لكن سينج هو فاكر إن في D5 قبل نهاية العالم ب5 أيام بس، يون جامبي بيتا كانت أول واحدة تسقط. نزلت جنب سفينة روسية في المحيط، والسونامي اللي نتج عنها جرى في السفينة للشاطئ في جامشن بورت، ودي كانت بداية ظهور الزومبيز في كوريا. المذيع بيكمل وبيبلغ عن حادثة إطلاق النار في يوي دو.
الرئيس جامبي وان تيك ما خرجش من مقر إقامته بقاله أسبوع، وده خلى قادة أحزاب المعارضة يصدروا بيان مشترك بيعلنوا فيه موافقتهم على عقد جلسة استماع. بعض الناس دلوقتي بيقولوا إن ده مرتبط بالشائعات عن المستيقظين والكارثة اللي جاية. وهو بيسمع الكلام ده بطلنا اعترف لنفسه إن دي بجد نهاية العالم. هو شايف إن دي حاجة كويسة إن الإعلام أخيراً بقى مهتم بالمواضيع دي، واستنتج إن هيبقى أصعب على المستيقظين إنهم يرتكبوا جرائم دلوقتي. بعد كده قرر يشوف رد فعل المجتمع على اللابتوب بتاعه، وبطلنا وهو بيقلب في تصميم التعليقات شاف إن الناس شاركت آراء قوية عن الوضع. بالصدفة لمح تعليق من ماي دريم واستغرب لو الشخص ده كان نشيط طول الوقت ده. ماي دريم كان لاعب معروف إنه ودود للمبتدئين، ومجموعة سايونغ هوز أنا اتلعبت معاه كام مرة. طموح ماي دريم كان إنه يبني ملجأ حصين، ولو بطلنا ما كانش عنده بوابة كان ممكن يتغرب وينضم. هو قرر إنه مش هيدخل أي عقد إلا لو أصحابه المخضرمين انضموا لماي دريم، بس عمل بوك مارك لتعليق ماي دريم عشان يرجع له بعدين. بعد ما قفل اللابتوب بتاعه بطلنا بقى متشوق إنه يبني الملجأ التاني بتاعه. تاني يوم سايونغ هو وقف قدام المخبأ بتاعه وأدرك إنه ممكن يسهر ليلتين ورا بعض. هو حاسس بإرهاق شديد، بس رؤية الجزء الخارجي اللي خلصان بتديله طاقة. جه الوقت إنه يفهم إزاي يستخدم الكهرباء اللي بتيجي من الألواح الشمسية. ببساطة في كذا خطوة توصيل أسلاك عشان يخلي الكهرباء متوافقة مع أجهزته الإلكترونية. لحسن الحظ لما بطلنا حط تليفونه على الشاحن اشتغل، رفع دراعاته في النور وهو بيعلن إنه كده بنى أساس البقاء في العالم ده. لأول مرة من فترة حس باندفاع دوبامين. امبارح هو كمان جمع أحجار مضيئة وأحجار إشعال، وبعد حفر زيادة لقى معدن أقوى وأحد من الأوبسيديان اسمه إمرس. مع إنه ملوش لازمة دلوقتي بس لسه شايف إنه أحسن من ولا حاجة. قرر يركب لمبات LED بعدين، بس قبل ما ينام محتاج يرتب مؤن الأكل في البدروم. فجأة صوت عالي من دينجو لفت انتباهه، وهو بيجري بره سايونغ هو لقى دينجو بيواجه ذئاب عائسية، نوع من الوحوش هو عارفه من صورة. استغرب ليه الكائنات دي اللي عادة بتعيش في المناطق المرتفعة موجودة هنا. وهو بيلاحظ غضب دينجو بطلنا شك إن دول ممكن يكونوا الذئاب اللي قتلت أم دينجو. حاول يهدي دينجو بس من جواه عارف إنه مش هيقدر يهزم كل الذئاب دي في اللحظة دي. لو اتحرك عشان يجيب سلاح أحسن هيخاطر إنه يكشف ظهره ويتعرض هجوم، وده ممكن يكون مميت. عشان كده بطلنا قرر يركز على إنه يخلي الذئب الألفا يمشي، وعارف إن الباقي غالبا هيمشي وراه. لاحظ إن الذئاب حذرة جدا وما بتتحركش غير لما الألفا يتحرك الأول. بعد كده فكر إذا كانوا ممكن ينسقوا هجوم، وكمان لاحظ إن الذئاب دي حساسة جدا للحواس. لحسن الحظ سيونجو معاه سبراي فلفل، لو قدر يرشه على ألفا هيقدر يطرده بعيد عن المخبأ. العرق كان بينزل على وشه وهو بيفكر في خطر إنه يتهاجم قبل ما يقدر يتصرف. يا ترى في طريقة يشتته بيها ويضربه بالسبراي؟ فجأة جات له فكرة واعتقد إنها ممكنة منطقيا. مصمم يدافع عن المخبأ اللي بناه بإيديه. بطلنا استعد، رمى سكينة على الألفا فورا لكنها تفاداها. الألفا بعدين نط على بطلنا، لكن لما قرب سيونجو فتح البوابة واغتنم الفرصة ورش الحيوان. الألفا فقد وزنه، وبعدين بطلنا غرز السكينة في عينه، وبكده قطيع الذئاب انسحب. بطلنا قعد بعد ما نجا من الموت بصعوبة. دينجو جه عشان يهتم بيه، وسيونجو طبطب على راس دينجو تقديرا، ووعد دينجو إنه هينتقم لأمه في المستقبل. وبكده فاضل 15 يوم بس لحد ما تيجي نهاية العالم. بعد ما خلص تنظيم البدروم سيونجو راح لمحل الأدوات والصيدلية بهدف إنه يخلص إمدادات الدفاع الأساسية. برو بقاله 68 ساعة من غير نوم لحد دلوقتي، والتعامل مع الذئاب فوق ده أرهقه أكتر. مع ذلك سيونجو شايف إنه يمكن كان محظوظ في المواجهة اللي فاتت دي. لو الذئاب دي كانت ذئاب بشرية بدل كده الراجل ده كان هيتبهدل على طول. حتى إنه فكر إنه يمكن كان مهمل، بيهتم بس بالوحوش اللي قريبة منه من غير ما ياخد في اعتباره متغيرات تانية ممكن تحصل عشوائيا. لما اتحط في الزاوية سيونجو فكر في فكرة توسيع الأرض وبناء ملجأ مناسب. المسوحات بتاعة الدرون بتشور له على نفس الاتجاه. إنج جونج جين بيرحب ببطلنا من بعيد، في حين إن سيونجو لسه غرقان في أفكاره، مؤمن إنه ممكن يأمن مساحة أكبر للزراعة وتخزين الإمدادات بخططه الجديدة. أول ما يخلص تأسيس خط دفاع تاني هيستهدف منارات بلوتوث عشان يزود مدى الإشارة. صاحبه عمال ينادي عليه وبيفوق سيونجو وهو بيسأله إيه اللي هو بيعمله هنا. بكل بساطة سيونغ هو بيرد إنه هنا عشان يشتري شوية حاجات. جين برو فاكر إنه جاي يشتري أسلحة، وده افتراض غريب عشان هم واقفين قدام محل أدوات. هيونج جين بيكشف إن هو مش المهتم، لكن الجميلة الشريرة دي هي اللي مهتمة، هي واحدة من أعضاء فريقهم. بعد ما اشترى حاجته سيونغ هو بيعرف إن صاحبه ده قابل البنت دي وبيحاول يمنعها تشتري أسلحة من المحل، بس البنت دي عنيدة قوي في قرارها. سيونغ هو شايف إنه الأحسن يديها الملخص الصغير اللي هو عمله، بس حتى بعد ما وراه لها البنت دي لسه مش مصدقة خالص. هي بتبص لولادنا بنظرة جليدية وده بيخوفه لدرجة إنه بينادي عليها. فجأة البنت بتتكلم وبتفتكر إن الراجل ده هو صاحب مطعم تيوكي بوكي
ووالدنا بيأكد لها إن هو هي مصدومة بجد من شكله وتغير شخصيته. سيانج هو بيفترض إنها فاكراه وقح وبيعتذر، بس هي بتمد إيديها لمحفظتها وبتديله كارت بدل كده. الأنسة دي هي جو سويون، وصدق أو لا تصدق هي في الحقيقة دكتورة. يا سلام على الذكاء والجاذبية. بعد ما عرف إنها دكتورة على طول سيانج هو علمها أساسيات اللعبة بنفس الطريقة اللي عملها مع هيونج جين وميك يانج. الدكتورة بتستنتج إنها مش فارق معاها قوي، هي شايفة إن اللعبة ملهاش إجابة علمية بجد. سيانج هو بيأكد إنها مجرد لعبة غبية، بس سوين لسه ما خلصتش كلامها. في حاجة واحدة مضايقاها، هي على طول بتشاور إن هو نفسه مستيقظ. والدنا متضايق شوية من افتراضها، بس سوين ذكية قوي، هي تقدر تعرف إن شرحه للعبة حيوي لدرجة إنه مفيش أي فرصة في الدنيا إن الراجل ده ما يكونش لاعب اللعبة. سوين ما بتكملش التفكير أكتر من كده وبتشكر والدنا على الملخص بتاعه. في نفس الوقت هيونجين هنا بيحس بالغيرة عشان مش شرح الحاجات صح. الدكتورة بتقول له بشكل مضحك إنه حتى ما يتسواش بمستوى العمق اللي عند سيانج هو عن اللعبة. ممتن لمساعدته، سوين بتصاحب سيانج هو عشان هو شخص كويس. شريرة حلوة تانية انضمت لقائمة الحريم. تاني يوم على طول والدنا رجع اوضته بينظف نصل الممح بتاعه. السلاح الجديد ده شكله حلو قوي وهو فضولي يجربه في المعركة. الاعداد الاولي بتاع سيانج هو اكتمل دلوقتي، فبينادي على كلبنا المفضل دينجو وبيشرح ليه يوديسيونس إنهم رايحين ياخدوا بطار أمه. هي مش انتقام بالظبط، بس برضه هتبقى مشكلة كبيرة لو أي متسلل اكتشف مخبأ شانغهاي. عشان كده لازم يتصرفوا بسرعة ويخلصوا على الناس الخطيرة دي بسرعة. في المشهد اللي بعده تون ويك وكلبه جاهزين يقتلوا شوية كلاب. في المهمة دي دينجو ليه دور مهم يلعبه. دلوقتي هم باصين على قطيع ذئاب، بس الغريب إن مفيش غير 4 منهم بس اللي باينين. الجزء المثير للاهتمام بجد هو عدم وجود ذئب ألفا بينهم. لما قرب وبص كويس شانغوري قدرك إيه اللي بيحصل بالظبط. دب بوما بيمزق لحم الذئاب بشراسة وكأنه ذبح كام واحد منهم مع بعض. شونغ هو شايف إن الكائن ده مناسب جدا عشان ينظف على شوية منهم. الموضوع في قطيع الذئاب اللي فيه قائد إنه في اللحظة اللي بيفقد فيها الألفا بتاعه القطيع بيتفكك من غير قائد. حواسهم بتتشتت وبيتلخبطوا جدا وده بيخليهم يفقدوا التنسيق. دي اللحظة المثالية لبطلنا إنه يقضي عليهم واحد واحد. وبالمناسبة ذئب منهم بيهجم عليه، بس شونغ هو ببساطة بيفرد فخ الشبكة بتاعه وبيصطاده بسهولة. الذئب الشرس ده بيتحول لجرو صغير بيصوت من الخوف إنه يتأكل، بس الحيلة الرخيصة دي مش هتنفع مع بطلنا اللي بيقتله فورا بالرمح بتاعه. دلوقتي أنا حاسس بشفقة على الذئب، بس لازم نأمن المهمة. مع ذئب واحد مات بيكسب 3 نقط. ال3 ذئاب البازنين بينجذبوا لوجود شونغ هو وهو بيجري. ال3 كلهم بيبقوا عدوانيين جدا وبيبدأوا يطاردوه. 2 بيتفرقوا من الجنب، واحد بينقض من فوق عشان يضمن القتل. بس ما تقلقش، باج سبراي بتيجي للإنقاذ. شونغ هو بيوقع واحد بس لسه بيتهاجم من 2 تانيين من كل اتجاه. الأول بيضرب اللي على يمينه وبيغرش الرمح بعمق جوه بطن الذئب. التاني بيحاول يستغل الفرصة دي عشان يهاجم من الظهر، بس دينجو بيجي لإنقاذ بطلنا بهجمة قوية. مع ذئب تاني اتقتل بياخد 3 نقط كمان. شونغ هو بيعلن بتهديد إنه محتاج بس يطعن كل واحد فيهم لحد ما يموت. الواد ده في خطر، ده هو الخطر نفسه. مع هزيمة مجموعة من الذئاب بطلنا بيوصل للمستوى الخامس وبيكتسب تأثيرات إضافية لسمته الخاصة. بفضول بيفحص خصائص البوابة بتاعته. الميزة الجديدة هي إن البوابة بتاعته بقت زير مرئية لأي حد تاني، وبعدين في تأثير إسقاط بيسمح له يسمع أصوات من أي مكان بيسقطوا فيه عشان يجرب. سيانج هو رمى البوابة فورا. المرة دي قدر يشوف من خلال بيته من غير ما يضطر يسافر للناحية تانية. الشفافية كمان شغالة، فمحدش هيقدر يكشف قدرته تاني. غير كده سيانج هو كان الآن إنه ممكن يكون عدى بالغلط لمتاهة من غير ما يعرف مستوى الخطر من خلال بوابته، بس بفضل تأثير الإسقاط ده الخطر ده اتلغى. حقيقة إن التأثير ده ظهر عند مستوى 5، ده معناه إن في تأثيرات تانية مستنياه لما يوصل لمستويات أعلى. هو عمره ما تخيل إن المستويات اللي مش مهمة دي ممكن يكون فيها مكافآت ليه، بس لسه عنده حاجات كتير لازم يعملها، بداية بدفن جثث بخاياه قطيع الذئاب. بعد يومين من إخضاع الذئاب سيانج هو سجل وعمل حاجات كتير. أولاً راح للعالم التاني وعمل مسح تاني بالدرون بتاعه. بعد ما ظبط نص القطر حوالي كيلومتر واحد قدر يلاقي حيوانات كتير مختلفة بس مش مؤذية. حتى دلوقتي مفيش أي أثر لجوبلin أو حتى كوبالت، مفيش وحوش خالص. بعد كده سيانج هو كان هدفه إنه يجيب معلومات عن عش الجوبلin اللي على بعد 30 كيلومتر. العش ده المفروض إنه كبير كفاية عشان يكون فيه جوبلينز كتير كمان، وده معناه إن هزيمتهم هتكون صعبة جدا. دلوقتي بعد ما اكتسب ثقة حقيقية في أمانهم سيانج هو حس إن ده الوقت المناسب بالظبط عشان يبدأ يتوسع. الواد بقى تشين سو مان جنب نسخته من بوشيتا، وقطع الشجر ونظف المنطقة وسوى الأرض وحول المخبأ ده لقاعدة إيواء مناسبة. دينجو كان الMVP، ساعد في عمل دايرة كبيرة بتشتغل كحدود. سيانج هو كان حريص زيادة عن اللزوم وحتى عمل طبقتين كاملين من سياج الأسلاك الشائكة جنب أندق. دلوقتي كان محتاج بس يحفر مترين أعمق عشان تأثير مدمج مع السلك، وهو بيعمل كل ده كان بيتفرج على تلفزيون كمان بفضل البوابة المسقطة بتاعته. الحكومة لسه معلنة عن خطط لإجراء تحقيق سليم في موضوع الأويكنرز. في العالم الحقيقي سيانج هو كان بيشتري مواد من محلات الأدوات بنشاط، زار محلات كتير لتجديد البيوت عشان يجيب أطعم أدوات، وبعدين وهو راجع مكانه حتى اتجسس على مخبأ تشيلشن. ولو ده ما كانش كفاية
سيانج هو حتى خاطر واستأجر موتوسيكل وحفار صغير ممكن يستخدمهم في النهاية مع تدريب إضافي. الضفدع الأزرق الصغير فضل ممتاز. وده كان دعم ليه. سايونج هو كان متعود يحقن نفسه بكمية سم صغيرة عشان يبني مناعة، بس في النهاية كان جمع منه ما يكفي عشان يدمجه مع سلاح يختاره هو. في اوضته لقى نفسه مصدوم تماما. سرفايفر 1 واحد قضى حرفيا 4500 ساعة في اللعبة. انضم للمهمة. ده خلى سايونج هو يستغرب بخصوص إطلاق النار بتاع يوي دو، بجانب سيطرة الحكومة المشبوهة على الإعلام وحتى حوادث تصرفات الرئيس وهو محبوس في مكان واحد. كل الأحداث الثلاثة دول ممكن تبان صدف على السطح، بس بطلنا عارف إن الموضوع أعمق من كده بكتير. نظريته الأولية كانت دايما واحدة، إن سرفايفر 1 بيتعاون مع الرئيس وسلمته، بس ده بس عشان هو افتكر إن الراجل ده هيكون عارف قصة الخلفية اللي بتحصل. سرفايفر 1 المفروض إنه جمع عناصر، يبقى الراجل ده أكيد طلب ملجأ كبير من الرئيس في مقابل المعلومات، وهو كمان اختار هدف تعاونه بعناية، واختار الرئيس عشان يكسب أكبر نفوذ وسلطة. الوضع معقد. سايونج بيستغرب لو ده كله مجرد خدعة كبيرة، بس من ناحية تانية ماي دريم مش ماشي مع الموضوع. تفكيره ده بدأ يجيب له صداع، بس سايونج وصل لإجابة. لو سرفايفر 1 وماي دريم الاتنين بيتعاونوا، يبقى بطلنا ناوي يغير استراتيجيته الشخصية كمان. في المشهد اللي جاي بنشوف مستر فور ايز بيعمل سكور جديد وفي ار اي دي. هو بيستغرب لو هيجيله رد عشان ده ممكن يؤدي لتأجيل خططه. ماي دريم بيرد بسرعة رهيبة فعلا، عشان بعض الجيمرز دول عندهم حساسية من الشغل أو الحياة الاجتماعية على ما أعتقد. حتى اخونا فاكر إن الراجل ده عاطل، بس هو عايز يتأكد فعلا لو الراجل ده حقيقي ولا لا عن طريق الفي ار تشات. التشات بيبدأ مع انضمام ماي دريم للأوضة البيضاء. فانز كلاس روم اوف ذا إليت هيفهموا الإشارة دي. اللاعبين الاتنين بيواجهوا بعض. ماي دريم متضايق بشكل خاص من الاسم المستعار المجهول بتاع الراجل ده، حتى لما وافق يجي هنا الراجل ده لابس وش بطة غبي. البطة اللي اتضايقت بيعتذر ومش فارق معاه. ماي دريم بياخدها كعلامة إنه بيتعامل مع محترف عايز يخفي هويته، بس وش البطة بيخليه في الضلمة. ماي دريم بيختبره ب3 أسئلة مهمة، ساعتها بس هيعترف بالبطة الغبية دي. أول سؤال بخصوص أقصى ارتفاع قفزة لمستذئب، واللي بطلنا بيرد عليه ب 465 متر، 3 متر على طول. ده حتى عارف نقطة ضعف الأول بير، ودي حاجة بدائية قوي. النور هو الحل. وأخيرا مراحل تطور الزومبي وأشكالهم. داك فيس بيرد إن الزومبي دول بدل ما يكون عندهم قدرات عدوى، هم بيستهلكوا مواد غذائية حقيقية عشان يشتغلوا. تجميع المواد الغذائية دي بيخليهم يتطوروا الجولز. المثير للاهتمام إن في منهم بيتحولوا الانهانسد زومبيز قبل المرحلة دي كمان. ماي دريم بعد كده بيسأل سؤال رابع، بالرغم من إنه كان قايل إنه هيسأل 3 بس. بطلنا بيرفض يقول له العدد بالظبط بتاع الأحداث التمهيدية في القصة. على كده اللاعب يضحك وبيقول إن داك فيس ده فعلا محترف. بطلنا متضايق قوي وبيطلب من الراجل ده إنه يكلم سرفايفر 1 ويخليه ينضم للمكالمة، بس ده ما ينفعش يحصل دلوقتي. ماي دريم حتى ما بيقولش سبب، واللي بطلنا اللي وشه شبه البطة ده بيعتبره كلام فارغ خالص. وبعدين بيغير الموضوع. الراجل ده بيعدي قبعته الفيدورا وبيلمح إن في حاجة هتحصل قريب قوي. بطلنا بيبدأ يفكر إن الراجل ده ممكن يكون مجنون فعلا في اللحظة دي، كأنه بيقول كلام ملوش لازمة عشان يكسب وقت لحاجة معينة. فجأة قشعريرة بتسري في ظهره في اللحظة اللي بيفهم فيها إيه اللي بيحصل. ماي دريم بيخرج من الشات، وبطلنا بيكتشف إن الراجل ده كان بيعمل له دوكسينج طول الوقت. في نفس اللحظة دي راجل بيدخل الكافيه ومعاه 2 حراس أمن وبيأمرهم يقفلوا الأبواب. الموظفة بتأكد إن المفروض يدفعوا الحساب على الكاونتر عشان وقتهم المخصص، بس الراجل ده بيمسك دراعها على طول وبيأكد إنهم هنا عشان يلاقوا حد مش عشان يلعبوا. الحاجة الوحيدة اللي مضايقة يونغ هو هي إن ماي دريم المفروض يكون هادي ومستخبي، بس الغريب إنه بيهاجم. على فكرة قدرة الراجل ده شبه للوتش من كود جي اس، إنه بيقدر يتحكم في عقل الموظفة. المهم بطلنا في ورطة، لازم يهرب لأن لو اتمسك نفس الحاجة هتحصل له. عشان كده بيروح الحمام وبيفتح قدرة البوابة الأبعدية. في نفس الوقت الراجل اللي بيدور عليه بيلف وهو بيستخدم قدرته العقلية على كل واحد عشان يعرف هوية يونغ هو. لحد دلوقتي فتشوا كل الأماكن ما عدا مكان واحد بيوصل للحمام. الراجل واثق قوي إن بطلنا مستخبي هنا، بيفتح كل كابينة وبيسأل نفسه لو الراجل ده قاتل من النوع المتخفي. انت عارف هتبقى حاجة مضحكة قوي لو الراجل ده انتنس. واكس فتح الباب ولقى واحد غريب بيعمل حمام. المهم ماي دريم واثق قوي في التعامل مع الوحوش اللي من النوع المتخفي. بيرش الجردة المية عشان يستكشف المكان ويحس بأي حواف مش متساوية، وكمان بيخبط بإيديه على أمل إنه يلاقي سيونغ هو. الموضوع بخصوص بطلنا هو إنه استدعى البوابة بتاعته، بس لحسن الحظ هو لزقها على الحيطة. في الحقيقة الراجل ده واقف دلوقتي وش في وش مع نفس البوابة، هو بس مش شايفها. بعد ما فحص ماي دريم بيعترف إن افتراضه إن بطلنا مستخدم تخفي كان غلط، وده بيوصله لاستنتاج تاني إن سيونغ هو أكيد متخصص حركة. بادجت نانامي بيؤمر مجموعته إنهم يمسحوا المنطقة كلها، وبيفكر رجاله إن في مكافأة كبيرة للي يمسكه. وهو بيراقب الوضع من البوابة بتاعته، سيونغ هو بيعترف إنه بالرغم من إنه غني في الحقيقة ومتواضع في اللعبة، هو ما كانش عايز الأمور توصل لكده. هو في الحقيقة بيشكر ماي دريم في دماغه إنه وضح كل حاجة. طول الوقت ده سيونغ هو كان محتار، بس دلوقتي هو متأكد تقريبا من اللي لازم يعمله. وهو بيكشف عن نفسه هو ناوي يقاتل بكل قوته ومش هيمنع نفسه تاني من الرد على العنف.
خصمه بيتنهد وبيسأل سيونج هو مستخبي فين بالسرية دي. هو بيفترض إن الراجل ده بيعتمد على الحركة، بس حتى كده محترف قضى ساعات طويلة مش هيكون سهل قوي تتبعه. بشكل مضحك بطلنا بيظهر من ورا زي الشبح وبيقول أهلا. ماي دريم بيلاحظوا في المراية في نفس الوقت اللي سيونج هو بيندفع فيه بضربة رمح. الرمح المسموم بيجرح رجله، وفي خلال ثواني هو بيتأثر بآثاره. الراجل ده كان بيحاول يجمع موارد طول الوقت ده، وغلطة واحدة كانت سبب في نهايته. من غير ما يتأكد من هويته بطلنا بيخبط وشه في الحيطة وبيفكروا إنه ما يرجعش لورا، وبعدين بيسخر من الراجل على ألم السم اللي ماشي في عروقه دلوقتي. كل ما بيحاول يتكلم سيونج هو بيسكت الواطي ده. بعد كده بيمسك السلاح بتاعه وبيقول إن نهاية العالم والتدريب لسه ما بدأوش حتى، ونفس الكلام ينطبق على نظام القاتل وهو بيقول كده. سيونج هو بيقطع مسدس الراجل اللي ملفوف حوالين حزامه وهو واخد نبرة صوت جدية ومخيفة. سيونج هو بيعلن بوحشية إنه مش هيتعاقب حتى لو قتله دلوقتي. السلاح بتاعه بيحوم حوالين رقبة الراجل، بس هو بيفضل ساكت زي الولد الشاطر. سيونج هو انبهر إن الراجل ده عارف يسكت لأول مرة. جسمه ساب مع إنه واعي، مش هيتحرك شوية بسبب السم. أول سؤال سيونج هو سأله، ليه الراجل ده كان بيحاول يبيع سرفايفر 1 ويستهدف ناس بريئة بسبب الموضوع ده؟ بدل كده نفس الراجل اللي كان بيحاول يصطاد غيره بقى دلوقتي مجرد ضحية مشلولة، وحش مسكين ممكن يتجاب منه حاجات من غير ما يتعب نفسه. حلمي بيلعن سيونج هو اللي بياخد مسدسه ويفكروا ان ده الثمن اللي هيدفعه لو حتى فكر انه يمسكه. بطلنا بيمسك سكينته ويهدده بطريقة مرعبة انه هيقتله بجد لو شافوا بعض تاني. بعد كده سيونج هو هرب من الكافيه قبل ما مجموعة أحلامي توصل بكتير. وصل بيته بأمان وبعدين راح البعد التاني. هنا فك المسدس وبدأ يفحص بطاقة الراجل ده. اسم الراجل كوان كيونج جون، في أواخر الثلاثينات من عمره، بيدير نادي جولف وبيتحكم في 3 بنكرز من خلالهم. وأخيرا هو سبونسر لستات كتير، وده معناه إنه بيجيب كل البنات اللي بيصرف عليها. بالنسبة لقدراته سيونج هو بيفترض إن عنده حاجة قوية قوي بناء على عدد الساعات اللي قضاها في اللعبة. المهارة ليها علاقة بالتحكم في العقل، ده واضح. كل المعلومات المفيدة دي بقت دلوقتي ملك سيونج هو عشان يستخدمها. طبعا المهارات مش المفروض تتحسن لمجرد إن حد قضى كام ألف ساعة في اللعبة. حتى اللي بيلعبوا فالورنت وكاونتر سترايك وما بيعملوش حاجة غير اللعب بيقضوا 10,000 ساعة وبيفضلوا مكانهم. المهم سيونج هو فاهم إن اللعبة دايما كانت بتقدر البقاء فوق أي حاجة تانية، عشان كده مهارة البوابة بتاعته هي أساسا غش للمحترفين. دلوقتي هو عايز يخلي دي مجرد نظرية لحد ما يقدر يأكد مهارة محترف تاني. سيونج هو بيبان بالمسدس وهو بيفكر إن نهاية العالم قربت تيجي. هو متأكد من حاجة واحدة بيقين مطلق، وبيشق طريقه في الغابة وهو ماشي ورا دينجو. هنا الكلب نبح عند منطقة مثيرة للاهتمام. جثث ضباط شرطة جنب شوية غيلان مرمية على الأرض، وهو محافظ على هدوءه. بطلنا بيفحص حالة الجثث. اتضح إن واحد من الضباط لسه عايش، مع إنه مفيش عليه أي جروح مميتة، بس اتصاب بتأثير سم شلل. بس الجزء اللي يقلق أكتر هو سلاحه اللي مش موجود، مع إنه ممكن يكون أصلا ما كانش معاه سلاح من الأول. في كل الأحوال سيونج هو بيحك الجثتين جنب بعض ويقول لهم يرتاحوا هنا لمدة 30 دقيقة لحد ما مفعولها يروح، وبعدين بيلف راسه عشان يفحص جثث الغيلان. من أول نظرة بيلاحظ فتحات رصاص كتير، وده بيأكد إن ضباط الشرطة كان معاهم سلاح فعلا. السؤال الكبير هو ليه السلاح بس هو اللي مش موجود؟ بعد ما فكر شوية سيونجو بيوصل لاستنتاج وبيشك إن ده شغل غول ذهبي، بس ده بيحمسه لأنه عايز يصطاده بنفسه. مع الخطة الجديدة بطلنا بيبدأ يتصل بخدمة الطوارئ من تليفونه، وكان ساب كمان ورقة فيها المكان بالظبط وحتى تعليمات لدفن جثث الغيلان. سيونجو فاهم إن الوحوش خلاص بقت حاجة معروفة للناس، عشان كده اللعبة على الأمان والتخفي ملوش لازمة. دلوقتي هو في سباق مع الزمن وبيتمنى إن آلة القتل الصغيرة دي تقدر تساعده. في منطقة تانية خناقة بتدور بين غول وشخص مش مستيقظ. الغول بيتفادى ضربته ويهرب، فاضل منهم 3، وصاحبنا بيسأل قائده إذا كانت دي فعلا الطريقة الصح اللي مفروض يعملوها. هو مش فاهم ليه لازم يلعب دور التانكر وهو أصلا ما عندوش أي قدرات. القائد بيستخدم مهارته وعنده ميزة في السايكوكاينيسيس. المشكلة الوحيدة في استخدام المهارة دي إنها بتاخد وقت عشان تشتغل فعلا. صاحبنا مجهز شوية صخور ودلوقتي بيرميهم عشان يحطم جسم الغول. هو بيلعب دور السبورت، في حين صاحبه بيسأل امتى باقي أعضاء الفريق هيوصلوا. قائده بيسمع إن الفريق طلع جبل جاياسون، بس الظاهر إنهم اتوقفوا وما قدروش يطلعوا الجبل، وده كشف صادم للشخص العادي اللي ما عندوش أي قدرات. هو عايز يتراجع بس قائده شايف إنهم لازم يكملوا. 3 غيلان بينطوا على الراجل وكانوا على وشك يبهدلوه لما صخور تانية بتخبط في وشوشهم وتحولهم عن مسارهم. الحلو في الموضوع إن الغيلان دي مش قوية زي ما كانت في اللعبة. القائد ببساطة بيقول للراجل ده يفضل مكمل وهو محافظ على هدوءه. طول ما يقدروا يتعاملوا مع شوية وحوش ويقبضوا على مجموعة الهاب جوبلينز هينتهي بيهم الأمر بميزة كبيرة. الأستاذ سايكوكاينيسيس مشغول قوي وهو بيحاضر صاحبه لدرجة إنه نسي نفسه واتدرب بهراوة غول. دلوقتي إيده باظت والراجل ده مش قادر يتحكم في قدرته، والأكتر من كده إن غول حقير قدر يخدعه بخطة مضادة. لو كنت مكانه. ليه هو اللي يستسلم؟
ودلوقتي بعد ما بقوا من غير أي دفاع خالص، التلاتة غيلان حوطوهم وبدأوا يهجموا عليهم من كل اتجاه. الأمور كانت باينة إنها النهاية بجد اللي هو دول، لما فجأة سهم اخترق راس الغول، سهم تاني وتالت لحقوه وجرحوا الغولين التانيين. وهم في قمة حيرتهم الاتنين دول ما كانوش فاهمين أي حاجة بتحصل، بصوا في الغابة الضلمة بيسألوا السهم ده جه منين أصلا. في المشهد اللي بعده بنشوف بطلنا ماسك أوس القتال بتاعه. في الأول فكر إذا كان عمل الصح لما دخل وضيع ذخيرته. في نفس الوقت سيونج هو كان مبسوط إنه قدر يأكد معلومات مهمة بخصوص الأويكنرز. أولا عارف إن الجماعة دول كانوا بيتمنعوا من طلوع الجبل. ثانيا قابل مجموعة غيلان كانوا ضعاف أصلا. باستخدام المعلومتين دول سيونج هو بيحط خطته اللي جاية. هو بالفعل جهز طريقة للتعامل مع مجموعة الغيلان. استراتيجيته في الحقيقة بسيطة جدا. الفكرة بتدور حوالين استفزاز الغول، وده ممكن يتعمل برمي حبر. بعد ما يستفز القزم الأخضر ده هيسحب الغول ناحية بوابة الأبعاد بإشارات بسيطة. لما الغول يقرب كفاية من البوابة سيونج هو هيطلق هجوم من الناحية التانية، مع الميزة الواضحة إنه يقدر يشوف من خلال بوابته، وفي نفس الوقت يفضل شفاف قدام التانيين. مع إصابة الغول الأول إصابة بالغة هيصرخ ويلفت انتباه حلفائه. باستخدام نفس بوابة الأبعاد كحائط، سيونج هو هيسحب رمحه بالقوة من جسم الغول ويمحي كل أدلة هجماته. ودلوقتي خلينا نتكلم عن رد فعل الهوب جوبلين اللي عنده بالفعل إحصائية إدراك عالية في اللعبة. هيلاحظ تابعه الميت وهيشاور فورا على الغيلان التانيين إنهم كانوا بيخططوا لموته، وده هيخلق فوضى جوه مجموعة الغيلان ويسبب خلاف ويخلي الغيلان التانيين يبعدوا عن زعيمهم. باستخدام الفرصة الذهبية دي سيونج هو الذكي هيظهر من الناحية التانية ويقطع رؤوسهم تماما، محافظ على الميزة الواضحة في إنه يعمل أول خطوة. ونفس الكلام ده هيتكرر. خطته ماشية بسلاسة لحد دلوقتي، بس المشكلة إن سيونج هو لازم ياخد باله من أنماط سلوكية معينة للغيلان التانيين، ولصدمته بطلنا بيواجه موقف مثير للاهتمام. الهوب جوبلين بيواجهه في حين ان الجولد جوبلين بيهرب بالغنيمة، وده معناه انهم اتخانقوا او حصل بينهم مشكلة. دي اخبار وحشة لبطلنا اللي دلوقتي لازم يغامر بحركة طوارئ. مشكلته الفورية هي كابتن ماسترد اللي بيقرب منه بسرعة. سيانج هو بجد ملوش اي حلول تانية هنا، فبيعمل اقصى ما عنده عشان يصد الضربة القوية. حتى بعد ما صدها جسمه بيتأثر بصدمة الهجوم وبيتخبط في شجرة. سيانج هو دلوقتي بيرتعش ومصاب، الامور شكلها وحش قوي بالنسبة له. الهوب جوبلين ما بيضيعش وقت عشان يخلص عليه. لو بطلنا اتغلب هنا هو عارف انه هيبقى في خبر كان. السلجالو بيطير بسرعة جنونية في اتجاهه بهدف انه يهرس دماغه. صحة سيانج هو بتقل في اللحظة الحاسمة دي، وده بيشغل مهارته الحرجة غريزة البقاء. مع وميض أصفر الراجل ده بيرد على هجوم الهوب جوبلين من مسافة قريبة قوي. بدل ما يهاجم الوحش بيجري ورا الجولد جوبلين، ودي حركة ممتازة. بفضل المسدس اللي جابه من كيونج جون بيصوب على راس المخلوق وبيضرب طلقة في دماغه ويموت الجولد جوبلين في ساعتها. في نفس اللحظة دي بينادي على بوابة الأبعاد. سيونج هو خلص المرحلة الأولى من مهمة التجميع بتاعته، بس لسه فيه مشكلة لازم يتعامل معاها، وهي الوحش البشع اللي جاي وراه. بطلنا بيطلع مسدسه في خناقة قريبة وبيبدأ يضرب نار على المخلوق. الهوب جوبلين ما قدرش يستحمل قوة أسلوب التنفس الأمريكي وبيتبهدل. سيونج هو بيرد للهوب جوبلين الصعصعين بأن هو بيقطع في المخلوق في كل حتة وبكل طريقة. الهوب جوبلين بيصرخ وبيموت، ولا بيرفع مستوى بطلنا ل6 وبيجيب له 16 نقطة. أخيرا مهمته الصعبة خلصت. بيشوف المهارة الجديدة اللي اكتسبها اسمها الإحساس بالتضاريس، واللي بتخليه يحس ويتفاعل مع التضاريس اللي حواليه. الغريب زي المرة اللي فاتت بالظبط، أي حاجة استخدمها أو مسكها اترقت وتحولت لحاجات حقيقية. سيانج هو ما يقدرش يضيع وقت عشان اكتشف إن في فريق بحث جاي في طريقه. بعد ما جاب اللي جاي عشانه بطلنا بيظهر بوابة الأبعاد وبيدخل جواها، عارف إنه محتاج بس يرتاح في مخبأه لحد ما فريق البحث يخلص. تاني يوم سيانج هو بيصحى على كل الكلب الكل بيحبه. بيشوف ساعته وبيكتشف إنه نام يوم كامل بسبب إصاباته. عارف مخاطر غريزة البقاء، سيانج هو ناوي يستخدمها بس في المواقف الصعبة خوي. قبل ما يطلع مهمته اللي جايه كان فضول يعرف الغنايم اللي خدها من الجوبلين الذهبي. طلع كل الحاجات وحطها على الترابيزه. كان في شويه مسدسات ريفولفر وخنجر وحاجات تانية. الجوبلين دول كانوا احسن ناس في الحاجات دي. سيون كان عادي بالنسبه للريفولفر، بس الجايزه الحقيقيه في نظره كانت السكيره المثرل اللي لقطها. الحته دي سلاح بثبات دائم، حاجه نادره في اللعبه. دي من الاسلحه القليله اللي مش هتتاثر بكارثه المرض اللي جايه. بس السؤال الوحيد اللي محيره هو ازاي جوبلين قدر يجيب حاجه نادره زي دي بتكلف 100 نقطه في المحل. وهو بيفحص كل شبر في السلاح سيونج اكتشف انه معيب ومش كامل، وخلال تفكيره وصل لاستناره. الجوبلين بتوع العالم ده كانوا بيشيلوا اسلحه معدنيه، وبسبب ذكائهم مستحيل كائنات زي دي تصنعها لوقها. ده بيخلي الواحد يسال، هل حصلت طفره مفاجاه وغيرت مسار حضارتهم؟ ده معناه ان في جوبلين اذكى كانوا بيجربوا زي جوبلين باحثين، بس النظريه دي ملهاش اساس دلوقتي وبطلنا عارف كده. عايز يختبرها بعدين، بس دلوقتي هو مهتم اكتر انه يفتح الشنط الصغيره. كانه كسب اليانصيب
سيونجو تطلع شوية عنب الظل، الفاكهة الفريدة دي بتقوي الرؤية الليلية للشخص، وإنهم يهتموا بيها منطقي برضه، لأنها السبب الوحيد اللي بيخلي الجوبلين دول يتحركوا بسهولة بالليل. فتح شاشة الحالة وبطلنا فحص معدل النمو بتاعه. هو مبسوط قوي باللي عنده، لأن معدل النمو الحالي أسرع من اللي كان عليه في اللعبة. بعد ما خلص الحاجات الأساسية، سيونجو عرف إنه جه وقت الرجوع للعالم الحقيقي. باستخدام قدرته عدى البوابة وهو بيقلب في تليفونه عمال يرن بجنون أول ما الإشارة رجعت له. يانج جون وميك يونج وحتى سو يونج كلهم بعتوا رسائل يطمنوا عليه. مع كمية الاهتمام اللي أخونا بياخده، بدأ يتسائل لو هو بقى الواد الجامد دلوقتي. أول حاجة عايز يروح مركز اللياقة البدنية، ففي المشهد اللي جاي بنلاقي سيونجو بيفتح الباب عشان يقابل أصحابه. قبل ما يلحق يسلم عليهم جاريوا ناحيته مبسوطين إنه سليم. وأيوه الوان بيس حقيقي، اوعى تنسى ده. بفضول بطلنا سأل عن باقي الوشوش الغريبة. يانج جون قدمهم لقدام وعرفهم على إنهم أعضاء فريقه. لي كيونغ هون وكيم بورا وافقوا بلطف وهما بيتبادلوا التحيات. سيونغ هو كان متوقع عضو فريق تاني على الأقل، بس طلع إن الشخص ده مشغول بيشتري معدات تخييم من محل الخصومات. بطلنا اتصدم لما سمع إن في مكان زي ده موجود، وده خلى ميك يونغ تتدخل وتأكد إن المحل ده عصري جدا وفتح قريب. جيم برو سأل بطلنا لو متابع آخر الأخبار عن الحادثة، وسيونغ هو وافقه وقال إنه شاف كل حاجة على ميتيوب. يمكن نعمل قناة هناك إحنا كمان. نفس الدكتور اللي فصص جثة الغول من جبل جايز أون دخل في حالة ذعر وحذر الكل إنهم يستعدوا لنهاية العالم اللي جاية. رئيس الدولة كمان عمل اجتماع قومي وأعلن إنهم بيحاولوا بكل طاقتهم يأكدوا مكان صانع اللعبة. هيونج جين بيتسائل إيه هو هدف شيونج هو الكبير اللي جاي. الفريق كله متجمع هنا بسبب معرفة بطلنا الكبيرة باللعبة. كيونج هون متضايق شوية إن هيونج جين لسه بيطلب نصيحة، وهو قال له قبل كده إن الغيلان أكيد بتدي نقاط، يعني لو شخص مستيقظ قتل وحش هيتنقل من مستوى 1 ل2 على طول، فالهدف هيكون إننا نجمع مؤن. دلوقتي بطلنا بيتفرج على الراجل ده وهو بيقول أي كلام فارغ ومش فاهم هو غلطان قد إيه. سيونج هو بيكلمه وبيكشف إن كل ده غلط. الراجل الرخم ده قطع بطلنا وسأله لو لعب اللعبة. بيتصرف زي مستخدم ريدت عنيد مش بيسمع أي رأي تاني. سيونج هو أكد إنه ملعبش عشان يخفي هويته، بس ده كان كفاية للراجل ده إنه يتكلم كتير ويوجه الضربة القاضية بإن الثقة العمياء في المجتمع مش حكمة. بورا البنت التانية لفت عشان تسأل الراجل ده سؤال، هي فضولية جدا بخصوص عملية جراثيم الزومبي، وبتسأله عشان تعرف العدوى بتنتشر إزاي، وطلبت كمان أي شروط ليها علاقة بالعملية دي. رد الراجل ده بشكل سخيف وقال إن أي حد لمس شخص مستيقظ مش هيتحول لزومبي، وده أغرب رد على الإطلاق. يونج هون خبط على الترابيزة وقام عشان يحافظ على موقفه المتفوق لمجرد إنه بقى مستيقظ هو كمان. هو فاكر إن خبرته هي كل حاجة، وإن حتى لو اللاعبين عاديين مش مستيقظين يتعاملوا معاه هيصبحوا في أمان تلقائيا من الجراثيم. ده كله كلام فارغ، بس بورا اقتنعت بسهولة بشكل ما ومسكت فيه كأنه خبير. وبعدين تيجي ميكي يونج بسؤالها هي كمان بتسأل لو الواد ده خلص التوتوريال الصعب. كيونج هون بيقطع كلامها تاني على طول وبيأكد إنه هيحميها، فمفيش داعي للقلق. المتعجرف ده مستفز في نظر سيونج هو بيدي كيونج هون شوية تقدير لنظريته، بس برضه فاهم إن مفيش أي دليل خالص يدي الناس اللي صحيت مناعة كاملة من الجراثيم. سيونج هو شايف إن المحادثة دي كلها ماتت بسبب واحد بس، وفي الآخر فهم ليه كيونج هون ده عشان يخلص من المستفز ده بتصرفاته. صاحبنا قام عشان يمشي بالرغم إن أصحابه الاتنين بيزنوا عليه عشان يقعد. سيونج هو ملوش أي اهتمام إنه يشارك معرفته مع مستفز زي الواد ده، فودعهم بنية إنه يقابلهم تاني بعدين. بعد ما ساب نادي اللياقة استبعد أماكن كتير عشان يجمع نقط قبل ما مرض الحديد يوصل. سيونج هو مهتم بمحل أدوات التخييم اللي أصحابه قالوا له عليه. في الآخر بعد كل خطته وقف قدام بيته بس عشان يشوف سيونج الأنيقة. هي فعلا كان معاها حاجة تديها له، وكانت صبورة كفاية إنها تستنى. سيونج طلعت علبة إسعافات أولية، بس هي في الحقيقة كانت علبة مسكنات ومضادات حيوية تانية عمرها ما تتجاب من غير روشتة. دي هدية مميزة. سيونج هو مذهول بجد من تصرفها. الدكتورة كمان في الآخر كشفت عن عنوانها، بس هي كانت خلاص كتبته في الشنطة الصغيرة. تاني صاحبنا محتار ليه هي بتعمل كل ده، بس الدكتورة اللذيذة دي شايفة إنه طبيعي إنها تشارك مكانها في مقابل إنها تعرفه. على فكرة أنا مع فريق سيونج عشان ميكي يونج شكلها كده النسخة مش أصلية من شاهين زي ما قلت قبل كده. بعد ما ودعته سيونج استعجلت عشان ميعادها مع المدير، وهي ماشية فجأة افتكرت حاجة أخيرة. سيونج ابتسمت وفكرته إنه يدفع ثمن الدواء. هي اديته عنوان لسبب في الآخر برضه. بعد ما سمع كده سيونج هو تاه خالص، مش عارف يفهم نوايا سيونج ولا يقرأ تصرفاتها خالص. مع وداعهم الوقت طار. خلال الساعات دي صاحبنا مشي في كل حتة في المدينة بيجمع حاجات مختلفة من محلات مختلفة، وبعدين عمل مكان تخزين مناسب. وبعد ما ركب ألواح الساندويتش كان جاهز يحمل شوية من حاجته. فاكرين الحفارة الصغيرة اللي حاجزها؟ سيونج هو بدأ يستخدمها لأقصى درجة لشغل البناء بتاعه. في الآخر حالة العالم بقت أكثر إثارة. فوضى شعبية، سياسة متلخبطة، جدال على الحقيقة، وناس متشككة رايحة جاية. كل العوامل دي أدت لاجتماع طارئ مع اليو إن بيتكلموا فيه عن خطط رئيس اليونايتد ستيتس إنه يزور كوريا.
واخيرا ال HSA حست بحاجه عمرها ما كانت تتخيلها قبل كده. وفوق كل اللي كان هيحصل ده، الكويكب اللي هيبدا عصر الزومبي كان جاي في سكه الارض بسرعه رهيبه. بعد 4 أيام سيونغ هو لقى نفسه في ميناء جانكشن بيبص على منظر المحيط الخلاب. هنا بقى هيحصل آخر قصة خلفية أو حدث تمهيدي اسمه الراشن شيب ايفنت. بعد ما اتأكد إن مفيش ولا روح حواليه، سيونغ هو دخل مبنى مهجور عشان يعمل تجهيزات اللحظة الأخيرة. هنا فتح البوابة بيشرح ليه جه هنا بالرغم من الاحتمال الكبير إنه يتحول لزومبي. هو عايز يجيب مجموعة بنادق مختلفة من السفينة. الفكرة في جراثيم الزومبي إن الميكروبات بتاعتها عبارة عن أشعة جسيمات. دي مش حاجة تقدر تتجنبها بسهولة. انه يتحول لزومبي هنا او بعد 5 ايام ما كانش هيفرق معاه خالص، خصوصا لواحد ما كانش عايش مع عيلته. سيانغ هو فاهم انه ممكن يعيش دايما في العالم التاني مع دينجو، بس ساعتها حياته مش هيكون ليها اي معنى لوجوده كانسان. وهو بيخلص تجهيزاته بدا يشتغل، موضحا انه مش جاي هنا في مهمه انتحاريه، هو بس بيعمل اختيار كتير غيره ما كانوش هيتجرؤوا يعملوه، اختيار انه يختار الطريق الصعب عشان مكسب اكبر. هي دي الحياه اصلا. سيونغ هو بص على الباتش نوتس عن الجزء ده من القصه، وافترض ان سلاح ال10 نقط ده عباره عن عصايه ابنوس، بس ده خلاه يتساءل قد ايه الزومبي هيكونوا ضعاف في الجزء ده من اللعبه. هيكون في كمان نقاط تاثير بعد وصول الكويكب. التفاصيل مكتوبه بثقه كبيره لدرجه ان اكيد صانع اللعبه كان عارف ان كل ده هيحصل. سيونغ هو كان ماسك موبايله لما الوضع ساء اكتر. وصلته رساله طوارئ بخصوص تحذير من تسونامي مرتبطه بالظاهره التمهيديه الثالثه. في المشهد اللي بعده الميه لمست الشط وبتعلى اكتر واكتر. في المحيط في سفينه الامواج كانت بترميها يمين وشمال. سيونغ هو أدرك إن المية غرقت المدينة، ودلوقتي هو قدامه اختيار إنه يهزم وحوش أو زومبي. وهو بيبص على السفينة عن قرب بيشارك قد إيه الكوارث الطبيعية خلت الإنسان يحس لكن كان لازم يتصرف في وسط الفوضى دي ويتحرك الخطوة الجاية باستخدام المركب بتاعه. سيانجو بيجري بأقصى سرعة وهو ساند المركب بتاعه قبل ما ينط على طول من فوق مبنى، عارف إن وقته ميل. كان لازم يخلص كل ده قبل ما عملاء الحكومة يوصلوا. بعد شوية بيربط نفسه بالسفينة. لحد دلوقتي الأمور تمام. الموضوع في الأويكنرز إنهم ما بيتحولوش لزومبي، وده معناه إن كيونغ هون كان عنده حق بشكل مفاجئ في نظريته. في الحقيقه بطلنا ده حتى مش حاسس باي احساس مزعج، دي اخبار كويسه اصلا، عشان كده بيطلع على السلم للمرحله الثانيه من الخطه. هنا الزومبي متخبين في كل حته على السفينه، بينادي عليهم وبيجذب انتباههم. الواد ده جاي هنا بشورته ودرع ومقمعه وشكله عامل زي الباور رينجر. الزومبي في اللعبه كانوا دايما مميزين في خصائصهم، بسبب اللعبه ما بقوش يقدروا ينشروا الفيروس، لكن كانوا بيتعاملوا مع اي حاجه حواليهم كفريسه، وكان عندهم ميل انهم يبقوا اقوى كل ما يمتصوا مغذيات اكتر. سيانجو بيرجع يهجم على الزومبي وبيكسر واحد منهم بالدرع بتاعه. بعد ما قضى على الاولاني بياخد المقمعه بتاعته وبيطلب من الزومبي يمسك فكه كويس، وبعدين الراجل ده بيكمل ويديله عمليه تجميل محترمه قوي بتكسير وشه. بسهوله الاثنين دول وقعوا بيها. سيانجو بيستغرب اذا كان الزومبي ضعفه زياده عن اللزوم، بيكتسب نقطتين وبيفتكر انه كان بيحتاج ضربتين او اكتر عشان يموت زومبي قبل كده، لكن دلوقتي محتاج واحده بس. فاكر اللي حصل مع الاوركس؟ بيرفض انه يرخي حذره لان تكرار الغلطه دي مرتين كان هيكلفه حياته. بعد كده سيانجو بيبص على الممر وبيلاقي مجموعه زومبي محبوسين جوه، في منهم اللي ماشي فبيطلع بسرعه وبيبتدي يبهدلهم يمين وشمال. هدف سيانجو انه يلاقي مسدس، عشان كده بيوجه نظره لبيت القياده، لكن بعدين بيسمع صوت طلقه نار وده بيصدمه تماما. مستحيل يكون في حد قادر ينجو من زومبي السفينه. وهو بيجري ناحيه مصدر الصوت، سيانجو بيعترف ان غير الاويكنرز بيكونوا محظوظين بالصدفه بعد ما بيحتكوا باويكنرز وبينجوا من الجراثيم بسببهم. اولويته انه ينقذ الشخص ده عشان يقدر ياخد معلومات اكتر، لكن في اللحظه اللي بيوصل فيها المسكين ده بيكون مات خلاص. الشخص ده كان ماسك صوره حبيبه في ايده قبل ما يموت على طول. ناروتو اوزماكي ما قدرش يبقى الهوكاجي السبعه في الكون ده، لكن دي مساعده كبيره لتشانغ هو انه ياخد مسدس الراجل ده لنفسه، وبعدين فرده على الارض عشان يرتاح كويس وخرج من الاوضه. التعود على المقاسي ده حاجه تشانغ هو كان لازم يتعود عليها عشان هتبقى عادي بعد الكارثه. طبيعي انه يضطر يقتل ناس من نوعه عشان يزود فرصته في النجاه. وهو بيفك المرساه، تشانغ هو اتفاجئ لما شاف حد بيعمل جات سكي على الجنب. ده معناه انه زيه بالظبط في لاعب تاني هنا عشان يجمع نقط. اتقابلوا، بس بطلنا خرج من السفينه باللي محتاجه. هو مهتمش قوي بالشخص اللي رايح هناك ده خالص. تاني يوم الصبح بدري الأخبار بدأت تتكلم عن اختفاء مطور اللعبة. محدش لاقي الراجل ده عشان ياخد منه إجابات، ومن ساعة ما الرئيس استلم دليل على الزومبي وهو بياخد إجراءات حاسمة من غير توقف. باختصار تشانغ هو شايف إن قائد بلدهم بيفكر بطريقة شبهه قوي، وهو فاكر آخر حاجة بطلنا اتصل بلي ويبيم المدير في مقر الإجراءات المضادة. على طول بطلنا فجر مفاجأة الميعاد بالظبط اللي هتبدأ فيه يوم القيامة. عشان يأكد هويته، تشانغ هو ذكر جروح الرصاص اللي عملها في الهاب جوبلin، وبيم اتخض ان ده فعلا نفس اللاعب. بطلنا خلاه يكتب تفاصيل مهمة بسرعة البرق، وذكر حاجات زي التاريخ بالظبط والساعة بالظبط وحتى وضع طرد هيوصل الظهر. تشانغ هو بيتمنى ان قسم الإجراءات المضادة يعمل كويس بالمعلومات الجديدة دي، وبيتمنى لهم حظ كبير للحرب اللي جاية. الرئيس عمل حركة حاسمة جدا. الناس في مجتمع المنتدى بدأوا يدركوا ان الوضع بيسوء اكتر واكتر. الانترنت والكهرباء مش هيستمروا كتير، مع ان تشانغ هو كان بياخد الآراء دي بحذر. هو مش متأكد إذا كان كل ده هيحصل بجد، بس بعدين نزل إعلان بيبلغ المواطنين إنهم يجهزوا كمية كويسة من الأكل والمية لمدة 4 أيام ويرجعوا لعائلاتهم. الجيش بيقوم بدوريات نشطة وبيطلب من الناس توقف كل الأنشطة فوراً. بيان رسمي هيصدر يوم 20 يوليو.
تشونج هو بيراقب كل ده وبيفكر إن دي الاستجابة المثالية. هو حاسس بالذنب إنه ما بلغش الناس بدري عن حالة العالم اللي جاي. لو كان عارف بس الحكومة كانت هتتعامل مع كل ده كويس إزاي، كان طلع كل اللي عنده من السيستم من الأول واستغل قدرته. دي باينة غلطة فاتحة، بس شانج هو عنده أمل إنه حتى لو اعترف ما كانش هيقدر يوقف الكارثة. مفيش لازمة إنه يفضل يفكر في اللي كان ممكن يحصل. كل اللي عليه إنه يفتكر وعده. قبل أي حاجة هو مش بطل عدالة ولا عايز يبقى كده، هو مجرد راجل عادي. بعد كده عرفنا إن الإغلاقات والحجر الصحي هزوا ودع العالم وخلوه مستحيل إنك تتحرك فيه. عشان كده شانج هو قضى أيامه في البعد التاني. قبل بداية نهاية العالم ب3 أيام خلص حفر بس بمعدل بطيء، وكمان جمع كل الفيديوهات اللي كان محوشها عن الطبخ والزراعة لأن الإنترنت مش هيكون موجود قريب. قبل نهاية العالم بيومين استكشف المنطقة مع دينجو وحس إنه محظوظ لما لقى كام تفاحة ذهبية. ده خلاه يتساءل إذا كان المكان ده كله مسحور وإذا كان مبارك بإنه أرض خصبة. مشكلة أخيرة ظهرت قبل نهاية العالم بيوم. على ما يبدو شانج هو لقى علبتين جيلي بطاطا حلوة ناقصين من مخزنه. في كمان عنباية مجففة هنا. الافتراض الواضح هو إن دينجو أكل الجيلي، بس الكلب الأمين هز راسه ونفى أي علاقة ليه بالموضوع. شانج هو بيتكلم معاه بنبرة فيها هزار وقوة عشان يعرف الحقيقة منه، بس البيبي الصغير المسكين ده بيعيط بصوت عالي عشان يثبت براءته. اعمل لايك للفيديو ده. العدالة لدينجو. شانج هو فهم دلوقتي إنها مش كرة الفرو الصغيرة بتاعته، لكن حد تاني. قرر إنه يراجع كاميرات المراقبة عشان يشوف إيه اللي حصل بالظبط. شانج هو بيفتح اللابتوب بتاعه مندهش لما اكتشف إن في مجموعة خنافس بتقتحم مكانه من باب الكلب. خدوا الجيلي وسابوا العنباية كتمن. أنا معرفش عنكم إيه، بس ده أحلى حاجة شفتها النهاردة. الخنفسة حتى لفت عشان تشكر الكاميرا، وده بيدل إن الكائنات الصغيرة دي ذكية بشكل مش طبيعي. فضول شيانج هو بيغلبه، ودلوقتي هو عايز يتفاعل مع كام واحد منهم بجد، بس عشان يكون في الأمان قفل باب الكلب، وده خلى جلينجو حزين جدا. بطلنا مش هيقدر يقضي وقت أكتر هنا في العالم ده بسبب كام ضيف هيقابلهم قريب، ففتح بوابة الأبعاد ورجع. في المشهد اللي بعده شيانج هو قاعد مع كل أعضاء الحزب البارزين وأصحابه مندهش إنهم كلهم وصلوا بأمان حتى مع الإغلاق. شاف وش مش مألوف تاني وعرف إن الراجل الجديد ده هو آخر إضافة للفريق. الأمير الوسيم ده اسمه يونغ هين، وهو صحي خلاص. للأسف هو ما يعرفش كتير عن اللعبة، بس هو طالب هندسة كهرباء، يعني عنده خبرة عملية كتير. سونج هو عجبته إضافة الراجل ده وقدم نفسه على إنه مش من اللي صحيوا. الاتنين كانوا مؤدبين جدا وهم بيتقابلوا. المهم سونج هو عايز يخلص الحاجات المهمة بسرعة، عايز كل واحد يقول أي معلومات عنده بتدور، وهيبدأ بجيم برو هونج يون. والمارت يوجي اللي هنا بيبدأ يحكي عن تجربة مع طليقته. كانوا بيتكلموا لما الخط اتقطع. الآن راح يدور على بنته، بس وهو راجع شاف حواجز كتير بتتحط على الطريق السريع. حسب تحقيقاته يوان جون عرف انهم كانوا بيحاولوا يخلوا المواطنين اللي جنب مجمع البتروكيماويات. الدور بعد كده على الدكتور الأنيق اللي بيشارك معلومة مهمة. سويون شافت ملجأ بيتبني في الجنينة المحلية، وده كان صادم انها تشوفه، بس هو حقيقي. ماكيون عليها الدور كانت في السوبر ماركت لما سمعت حاجة عن مسؤولين كبار بيعارضوا قرار الرئيس. الظاهر ان المسؤولين المعترضين دول كلهم اتقبض عليهم. كل الاكتشافات دي قيمة اكتر بكتير من ما سيونج هو كان متوقع في الاول. النهاية كانت بتقرب وموقف الرئيس كان واضح جدا، هو عارف ايه اللي هيحصل. فالسؤال الكبير هو ليه بدأ يسأل واحد واحد؟ ده عشان في الشبكة مهم يكون في أسباب متوافقة حسب معلومات كل واحد. كان ممكن جدا يكشف نفسه على إنه مخضرم ويقنعهم بالطريقة دي، بس ده كان هيحطه في خطر كبير شخصيا. سيونج هو بيبدأ يتكلم وبيحس الكل يسمع كويس للي هيقوله، وبعدين بيعلن بجرة إن هدف الرئيس الأخير هو خلق نهاية عالم متحكم فيها. كلامه صدم كل واحد في الأوضة فورا. سيونج هو بيدعم منطقته بذكر الإغلاقات اللي ملهاش تفسير وإزاي كل المرافق الوطنية وقفت. مفيش غير سبب واحد يخلي الحكومة تعمل تغييرات جذرية كده في وقت قليل قوي. سويون عبطت الأحداث ببعض وأدركت إن النهاية قربت. فهمت بسرعة واستنتجت إن الحكومة واثقة خلاص من اليوم بالظبط اللي هتحصل فيه نهاية العالم. سيونج هو بيأكد ده وبيسمي يوم 20 يوليو هو اليوم المشتبه فيه. يويان وهو في حالة ذعر بيقوم عشان يبلغ عيلته، بس في سيانجو يزعق له. هو مش عايز الخسرانين دول يتجننوا. حتى لو الكلام ده يبان قاسي، نجاة الفرد لوحده كانت أهم بكتير قوي من عيلة الواحد. سيانجو بيفكر كل واحد في الأوضة ببرود إن أي واحد فيهم ممكن يتحول لزومبي ابتداء من بكرة، عشان كده رعب الموت مخيم عليهم كلهم. ولما جه له النقطة الأساسية طلع شوية ملفات وهو بيوضح السبب الحقيقي اللي خلاه يناديهم هنا، وده عشان هو معاه استراتيجية لمرحلة التوتوريال وكمان معلومات مفصلة عن جانب النجاة. زامجين سألوا عن مصدر معلوماته، فسيانج هو رد عليه نتفرج على الستريمز. حتى اعتذر لميكيونج انه كذب عليها طول الفترة دي، بس هي كانت كويسة عشان هي كمان عملت نفس الحاجة معاه. بس بفضل الملفات دي المعلومات ممكن تستخدم حسب احتياجاتهم. في نفس الوقت سيانجو بيترجاهم انهم يتبعوا المانيوال بحذافيره عشان بس يعدوا مرحلة التوتوريال. بعد اجتماعهم جه نص الليل، ده كان آخر يوم العالم هيعرف فيه السلام قبل ما يتبعت للجحيم. سيانجو كان بيجهز بقاله 32 يوم متواصل، بيرفع مستواه في كل مجال عشان يحسن فرصه، ومع ذلك كان شايف ان في عيوب وان وضعه المجهول ممكن بسهولة يسبب سقوطه بعدين. حتى كده الشاب الشجاع ده ما عندوش أي ندم بعد ما عمل خطوات واثقة. سيانجو بيتفرج على بلده وهي بتطلق صواريخ ناحية الكويكب اللي بيقرب،
وهو بيحتك بالجسم الغريب ده. بيتساءل لو نهاية العالم هي فعلا المصير الأخير اللي لا مفرق منه للبشرية. الأبوكاليبس بدأت رسميا، الصبح جه ومعاه اللوك داونز اختفت. كل الشغل التجهيز بتاع سيانجو كان خلص، ركب زجاج مضاد الرصاص وأبواب متينة وقوية. بعدين اتبع الروتين المعتاد لحقن كمية صغيرة من السم عشان يثقل قدرته على المقاومة. بعدين الراجل ده عمل تمرين وأنا مش بهزر، بيعمل 300 واحد ضغط الدراع وهو مسموم. سايتاما ما يقدرش ينافس أخلاقيات شغل الراجل ده. سيانجو غير للبس القتال، شكله كان جامد قوي. بعدين فطر مع كلبه الصغير، استنى الإعلان الساعة 9 حتى إنه جفل. فجأة الساعة جت والتلفزيون اشتغل. الرئيس قعد عشان يعلن المواطنين بتوعه إعلان قوي قوي بيعلن فيه الأحكام العرفية وقفل الطرق وحاجات تانية. سيانجو كان متأثر ومبهر قوي بقرار الرئيس اللي هو شايف إن مفيش حد تاني كان ممكن ياخد قرارات أحسن عشان ينهي بيها وضع البلد. لما شاف الوضع الحزين ده مسك الريموت، مش قادر يتقبل النهاية المحتومة، بس برضه القدر ده مفيش مفر منه، ده شيء البشرية لازم تستحمله وتعيش بيه. بس المرة دي سونج هو مش هيكون جديد على نهاية العالم، لا هندخلها كخبير عارف كل حاجة. فضل 4 ساعات لحد ما الجراثيم توصل، ساعتين منهم قضاهم في العالم التاني، كان بيطمن على الحاجات اللي سرحها في المخزن. وهنا بطلنا جهز المعدات للأيام اللي هتيجي بعد الايرون ديزيز. المهم وهو بيقضي وقته في العالم التاني، البشرية انهارت، الفوضى انتشرت والناس بتأذي بعض، خناقات قامت بين المدنيين، محدش بقى فارق معاه أي حاجة. الراجل التخين ده كان ماشي مؤخرته باينة، كان مستعد للموت، وعربية خبطته عشان تبعته للجحيم. ناس استمتعت بقتل غيرها من غير أي ندم، العالم كان بيخلص في النهاية. ملحوظة جانبية، أنا بجد فضولي أعرف أنتوا كنتوا هتعملوا إيه لو نهاية العالم كانت كده. قولوا لي في التعليقات تحت. الشاب الأشقر المستهتر كان سيء ومروايش معاه خالص إن الراجل ده مات، صاحبه شايف إن عادي يتخلصوا من العربية عشان الايرون ديزيز هتمحي كل العربيات قريب. الراجل التاني بيشاور بالباد بتاعه ناحية السطح، بينادي على الفاشل اللي بيتجسس عليهم في صمت. عنده مشاعر شخصية تجاه بطلنا وعايز يصطاد سيانج هو عشان ياخد نقط. سيانج هو مش فاهم ليه الراجل ده عامل فيها كبير قوي، بس لمح يفطاط بتنزل من السماء. حتى على حافة نهاية العالم الحكومة قلقانة على شعبها. حاجة مدهشة إنهم بيهتموا بالناس التانية، على عكس سيانج هو نفسه اللي أناني جدا ومش فارق معاه غير نجاته الشخصية. هو عارف إن لو ناس أكتر اتصرفت لمصلحة غيرها نهاية العالم كانت هتبقى أسهل في التعامل معاها. وهو بيفرك الورقة بيفكر إن ده معيار مش واقعي، كل اللي عليه يعمله إنه يرجع لتجهيزاته. في المشهد اللي بعده فاضل 3 دقايق بالظبط لحد ما الجراثيم توصل للعالم. سيانج هو جمع شوية أنابيب هواء وبيسأل نفسه لو دول هيكفوا قبل ما المرض ينتشر. هو بالفعل حافظ كل طريق ممكن يجيب منه بضاعة من المدينة. لما بص في ساعته سيانج هو فكر إيه اللي ممكن يحصل لو نسي يقلعها. في اللحظة دي حتى هو عارف إنه قلقان زيادة عن اللزوم، عشان كده خلى الأمور بسيطة ولبس الخوذة. الساعة 1. عشان كده الجراثيم دلوقتي عملت اتصال. سيانجو شد حيله ودار الموتوسيكل بتاعه وهو بيتمنى ان كل حاجه تمشي زي ما خطط. المشهد بيتحول لظهور العدوى، الجراثيم بدات تاثر على المواطنين العاديين، الناس روحها بتتشفط منهم وفي الاخر ما بيتبقاش غير جثث بتاكل لحم. الوحوش البنفسجيه اللي بتزمجر دي بتنجذب لصوت معين. سيانج هو بيجري باقصى سرعه قصاد شويه زومبي، لدهشته مفيش منهم كتير في المنطقه دي، ودي حاجه كويسه عشان اغلب الناس اللي اتحولت لزومبي فضلت في بيوتها وماتت جنب عيلتها. الحاجه الوحيده اللي بتطير فضوله هي انه يلاقي حد ما تحولش لواحد منهم، ومع ذلك الامور مش وحشه، شايف طريق واضح قدامه، بياخد طريق مختصر وعارف انه احسن يتجنب الزومبي وهو مشغول بالفارمنج. الحاجه الكويسه ان المحل لسه الشيش بتاعه مقفول، وده بيخليه سهل انه يكسر الازاز بالسليج هامر بتاعه، وده اللي عمله قبل ما يدخل جوه. سيانج هو بيتحكم في البورتل، عارف انه لازم يتحرك بسرعه، بياخد اي حاجه محتاجها، عارف ان الجراثيم هتاخد وقت عشان تتحكم في الزومبي بالكامل. احسن حاجه يعملها انه يهاجم محل الادوات قبل ما هجوم الزومبي المنظم ده يبدا، وده هيساعده يتجنب اي خناقات. على فكره الواد بتاعنا دلوقتي بيرمي اي حاجه يقدر يمسكها، الواد ده بيرق كلبه بكميه دواء رهيبه. بعد ما الصيدليه اتنهبت بالكامل سيانج هو بيبص على تقدمه وبيكتشف انه بيتحرك اسرع بكتير مما خطط، او ده اللي كان فاكره، عشان اول ما وصل لمحل الادوات لقى طبقتين امان تاني. هو كان عارف ان ده هيحصل عشان كده جاب التانكس معاه. سيانج هو بيشغل الحراره المركزه بتاعه قطع الاكسجين، مشكله صغيره، الحاجه دي صوتها عالي قوي وبتجذب الزومبي اللي حواليه. بمجرد ما بص حواليه سيانج هو افتكر انه حتى لو حواس التتبع بتاعتهم كانت ضعيفه في اللعبه نيرفد، الا انهم ما خدوش غير لحظات عشان يحددوا مصدر الصوت. قطيع كامل حصره، وده كان معناها لاكو.